الغاية تبرر الوسيلة، بالحرام بالحلال بالنصب بالاحتيال بالتجارة بممنوع بكذا، هذا أسأل الله ألا يغنيه، لأنه حتى لو اتغنى، ترى لو اغتنى ما راح يفيد المجتمع. كنت ذكرت لي قبل اللقاء أن كان خاطرك تدخل علمي، ولكن للأسف الشديد مع الظروف الصعبة اضطريت أنك تترك العلمي وتتوجه للأدبي. لو تحدثنا عن هذه الأيام، عن نشأتك، عن أيام الصبا وأيام الطفولة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول مستعينا بالله: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من زلة اللسان وعلة البيان والزيادة والنقصان. طبعا الحديث ذو شجون، أرجعتني إلى أكثر من 35 عام مضت من العمر، عندما كان يعني طاقة الشباب والأمنيات والخيال الواسع والتوقعات الطيبة. ولكن قد يكون موضوعنا الذي سنتحدث عنه هو العائق، الظروف أو الحالة المادية. أنا من منطقة ريفية بعيدة، نشأت نشأة كأبناء الريف، وأنت تعرف إحنا كيمنيين نعرف الظروف التي تمر. أنا كان طموحي كله أن يعني وحبي كان للمواد العلمية، وهواياتي كلها في المواد العلمية. كنت أتخيل وأتوقع لنفسي أن أكون طيار، دكتور، مهندس. هذه هي كانت الطموحات، كنت أرى نفسي في هذه الأشياء. لكن للأسف ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. صدمت بالواقع، صدمت بالظروف، أنا ومن يعني والمجتمع على حواليا كامل. ما ألوم مثلا وحدي أنا أو نفسي، أو بلدنا كمنطقة بعيدة تفتقر إلى المدارس الذي يعني إلى قسم علمي، لأن القسم العلمي له احتياجات، المعامل ومدرسين لازم يكون تخصص الفيزياء وتخصص الكيمياء والرياضيات. هذه طبعا تكلفة على الدولة، ونحن في منطقة تعتبر نائية بعيدة جبلية. القسم العلمي أسهل وأوفر بالنسبة يعني الظروف المادية. تقصد الأدبي؟ الأدبي. أما إذا أردت القسم العلمي فعليك أن تسافر إلى المدينة، وهناك ستحتاج إلى استئجار السكن والمصاريف، وبشكل شهري مصاريفك راح تكون تريد لك ميزانية. فهذا كان من الصعب تحقيقه، فاضطررت اضطرارا، يعني مجبر أخاك لا بطل. درست القسم الأدبي وأنا لا يعني أحس أنه لا أنا أنتمي إليه ولا هو ينتمي إلي. وترى في موضوع التخصص حتى أنا أنصح الآباء، ولدك لا تقول له أنا أريدك تطلع طيار، أنا أريدك تطلع دكتور، لا. الهواية أو الدافع الداخلي أو ما يصبو إليه، هذا هو النجاح. يعني اترك الأمر لولدك هو يحدد. أيوة، لأنه في بعض الناس يكون عنده إمكانيات، قد ربما أن تدخل يعني تفرض على ولدك شيء هو لا يحبه. أنت هو عنده إمكانيات، أنا أريدك تطلع دكتور، أنا أريدك تطلع طيار. العملية عكسية، أنا الإمكانيات كانت الظروف، والظروف اللي حكمت. لكن دع للإنسان أو اترك له، نمي موهبته وراقب ماذا يريد وماذا يرغب في حالة القدرة. أما في حالة يحب. أما في حالة عدم الاقتدار فما باليد حيلة. أنا اضطررت أن يعني أصبحت مضطر ومجبر أن أدرس القسم الأدبي، وما كنت أحب الحفظ الكثير والنصوص والقراءة، يعني الذي القرآن يعني حفظ كثير من السور وحفظ. أنت تعرف القسم الأدبي يعتمد على الحفظ، بينما القسم العلمي يعتمد على التركيز والنباهة. فكانت هذه أول الصدمات لشاب في مقتبل العمر، لديه طموح، لديه أمنيات، لديه أحلام. يعني في عقلي كنت ليل ونهار أحلم بأن أكون وأكون وأكون. صدمت بالواقع. كان للواقع رأي آخر. الواقع كان له رأي آخر. يعني ما وقفت الدنيا على هذه، استمرينا وكذا، واضطريت أن أتأقلم على الحال وعلى الوضع، رغم أنني من الداخل لم أكن راضيا ولا عندي أي قناعة فيه. هل أنت نادم؟ يعني لو عاد بك الزمن إلى هذيك الأيام وتقدر تدخل علمي ولا يعني حبيت الأدب وتستمر في الأدب؟ والله حاليا يعني إذا رجعت لهذاك الزمن أفضل القسم العلمي. نعم، يعني مستمر. لكن استفدت شيء من الأدبي، هو أنه اتجهت لقراءة كتب كثيرة في العربية، في اللغة العربية وفي الأدب العربي وفي الثقافة العربية وكذا، لأنه القسم الأدبي فيه ثراء، ولكن ثراء من نوع آخر.
ثراء أدبي، ثراء شعري، ثراء ديني، ثراء هنا تتمكن. لكن القسم الأدبي بيكون مخصص أشياء يعني بسيطة من اللغة العربية، لأنه الكثافة والتكثيف يكون في المواد العلمية، الفيزياء والكيمياء. فتجد إلا من اجتهد، يعني بعض المجتهدين قد تجد أنه قسم علمي ومع ذلك متمكن ومثقف ثقافة عليا يعني في مجال القراءة أو في مجال. فالعملية ما هي يعني 100% أو مطلقة. بس عندي سؤال. يعني أغلب الناس أو الشباب أنا أذكر يعني يحاولون يهربون من العلمي، الخوف من الرياضيات من الفيزياء. أما شاب في مقتبل العمر يعني ويبحث هو عن العلمي، هذا كان شيء غريب. يعني ما التفسير في رأيك؟ والله التفسير، أنا من النوع اللي فيني يعني الأشياء التي هي سريعة، بحب الأشياء المستعجلة السريعة. القسم الأدبي تريد تحفظ حفظ 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 حفظ. أنا أحب المذاكرة بسيط، كنت ذاكر قليل وخلاص. حبيت مادة الرياضيات، ربما كان أنا أذكر معلم، أسأل الله العظيم إن كان حيا أن يمد في عمره وأن يحسن له الخاتمة، وإن كان ميتا أسأل الله أن يرحمه رحمة الأبرار. ربما هو كان من ضمن الأسباب، اسمه الأستاذ عبد الرحمن. هذا جعلني أحب يعني المواد العلمية. الشيء الثاني، المواد العلمية ما يعني حتى كان طموحها أكبر، يعني حتتوظف وظيفة أحسن. نحن شباب نشجعوا بعضنا البعض بهذه الطريقة، أنه القسم العلمي ربما تتوظف أحسن وتطلع دكتور، تطلع. الأدبي أنت مقيد، يا إما تدخل كلية آداب، يا إما حتطلع مدرس، يا إما يعني محامي، يا إما شريعة وقانون وهكذا. لكن القسم العلمي يعني كعب عالي، تدخل الطيران. يا أخي كنا نشوف الطيارة في السماء وإحنا صغار، نقعد نقلدوها ونصنعوها من الورق ونرموها بكل براءة وبكل يعني ببراءة الطفولة، وتتخيل كيف هذا وين وصل للسحاب وكيف يمشي وكيف يعمل وكيف. كان في فضول المعرفة. العملية فضول معرفي، لكن ما جت معنا والحمد لله رب العالمين، واصلنا الحياة وكذا كذا. يعني للأسف حتى لو كنت درست علمي مثلا، أنا لست متشائم، ولكن حتى وإن كانت ربما تماشت الظروف مع الواقع وسمحت الظروف أو سنح لي الحظ أن أدرس العلمي، الوضع يعني لا يمكنك أنك تحصل على وظيفة كما تتمنى أو تحصل على الكلية التي تتمناها، لأنه أحيانا بيحصل بعثات. إذا كان جبت مجموع عالي مثلا 97 إلى 98% قسم علمي، قد ربما تكون من ضمن الذي يحصل على منحة تعليمية إلى دول أوروبية مثلا. هل تعتقد أنه ستجي الواحد؟ أنا مش متشائم، ولكن أنت تعرف، ما أريد أوضح أكثر من كذا، يعني المعارف والواسطات هذا هو. أنا ما أرضيت الفساد في أغلب. نعم. هذا كان، بس أنا ما كنت أعرف هذا قبل أن أدخل العلمي ولا أدبي. كنت أفكر أنه الأمور مفروشة من الحرير، كأنه الطريق معبد ومرصوف، وأنه أنا أموري حتمشي زي. بعدين قلت سواء درست علمي سواء درست أدبي، حتى لو جبت 100% ما في فرق. لعلك تذكر أنه عندما يريد يعني في فيلم الواحد من الممثلين رايح يسأله، هو حاصل على معدل عالي، فبيقول له كم عدد سكان الصين؟ قال له مليار. قال له سميهم لي، لأنه ما عنده واسطة. تعجيز. فعرفت لاحقا أنه سواء درست علمي ولا أدبي، مصيرك أنه أنت تشتغل وتكد. وطبعا إحنا نشأنا على العمل، نشأنا على الكد والشقاء من إحنا أطفال. لو ما اشتغلت يعني بالراتب أو ما رحت تشتغل في الخارج أو بعيد عن قريتك أو مدينة أو منطقتك، تشتغل في الحقل في الزرع، ونحن أطفال من 13 من 12 سنة من 11 سنة، وهذا عمل شرف يعني. وإحنا نشأنا على الكد، تقدر تقول نحن معانون على زماننا، والحمد لله رب العالمين. طيب سؤالي بخصوص أن يعني الفقر كان عائق وحاجز، وهو اللي يعني حال بينك وبين تحقيق الحلم. الفقر ذنب الفرد أم ذنب المجتمعات؟ سئلت سؤال الإجابة عليه يعني لا يمكن التوفيق بينها. الفقر هنا العلاقة توافقية بين الجميع، ذنب الفرد وذنب المجتمع. الفرد إذا كان هذا الفرد اتكالي ونظره محدود وخطوته قصيرة يعني، وما ينظر للحياة إنه ممكن أكون وممكن يعني، ما عنده تطلع، ما عنده طموح، ما عنده، قد ربما يكون هو داء نفسه، قد يكون هو سبب مصيبة نفسه. تعرف علاقة الفرد له دور. الفقر ما هو وراثة،
أنا أقولها بكل صراحة، الفقر ليس وراثة، لكن في توطئة أو محاولة في بعض المجتمعات، وخاصة المجتمعات المغلقة أو المجتمعات البسيطة والتعليم، يعني بسبب قلة التعليم والأمية، كأنه وراثة. خلاص أنت اتولدت فقير وما لقيت، كأنه خلاص الوالد كان فقير أنت تطلع فقير. هنا يكون الفرد، هنا يكون المجتمع له دور، إنه ما يلوموه ولا يقولوا له اطلع يا أخي، يا أخي شق طريقك أنت، لن أعيش في جلباب أبي. يا ريت كان حد نبهنا على هذه وقال لن أعيش في جلباب أبي. الفقر ما هو عيب صحيح، ولكن هل هو محمود؟ هل أنت مثلا عشان أنت فقير شيء جميل؟ لا. فالفرد له دور الذي هو الاتكالية والظروف، وأنا ما حصلتش، وأنا أصلا كان المفروض لو كنت لقيت الخميرة التي يبني عليها يعني أو مدماك من المال كنت بنيت عليه. بالعكس اللي هو فاشل لو كنت لقيت مال ربما أضعته في ما لا ينفع. تعرف؟ فالعلاقة بالطرفين. لكن من صاحب الذنب الأكبر، المجتمع أم الفرد إذا كان في مفاضلة؟ والله أنا أعتقد أنه المجتمع، لأنه المجتمع يؤطر لهذه الأشياء، خاصة أنه كل ما كثر الفقر في مكان يحاولوا كلهم أنه يعني ينظروا للإنسان اللي هو ناجح أو راح يكسب ويكون شاطر، هذا ينظروا له نظرة كأنه شذ عن طريقنا، فكله يقول لك مع الخيل يا شقرة، خليه فاشل معانا بدل ما يطلع هو ويتعنطز علينا ويبقى معاه ويكون غني ويكون، خليه. فالمجتمع له دور. لو وجدت من يأخذ بيدك من المجتمع أو ينصح ويقول لك يا أخي شق طريقك، ابدأ، جرب، افشل مرة 2 3 4، ستجي يعني بعد كده. التعليم نفسه الزمن يعلمك، الفشل يعلمك، التجارب تزيدك قوة وصلابة، تقف على أرض صلبة بعد ما تمر يعني بسقطة وسقطتين و3 ستقف، قف وتحدى. فالمجتمع أعتقد أنه أكبر الذنب على المجتمع، ولكن الفرد نفسه. أنا أعرف ناس ناجحين نشأوا من تحت من العوز، والمجتمع يعني غير ناجح. المجتمع غير ناجح، وهم كانوا حالات شاذة وغريبة في مجتمع أغلبه لا يعني ما يتمنى النجاح ولا هو فكر في النجاح أصلا. خلاص نشأ ووجد الفقر فاعتبر نفسه أنه يا أخي أنا زي ما الأولين، والعمر 70 إلى 60 عام وموت وكذا كذا، والمال إيش يا عمي أنا حاخذ معايا في القبر. هذا كله كلام فاضي. هذا عندي أنا محور على هذا الموضوع، يعني محاولة التطبيع مع الفقر. الله يرضى عليك. وش قلت في الفقر؟ قلت يا نفسي الحرة ونفسي العفيفة. لا ثانية أقول يا نفسي الحرة على العز والطيب. طيب أعتز واتباهى يا نفسي بعفتك، صكات بقعة والسنين المجاديب، والوقت الأقشر والليالي تحدتك، وريح الشدايد والأسى والمصاعيب ما حركت شعرة شموخك وهزتك، شيمة وقيمة ما تشوبك عذاريب، ولا الحياة الفانية يوم غرتك، وقت الرخا ما تكثرين المطاليب، وعند الشدايد تكرميني بصدتك، ويا دمعتي في محجر العين لك عيب، تماسكي بموت لو شفت طيحتك، خلي جروحي خلف عوج المحاديب، لا تكشفي خافي السراير بسبتك، ويا حظ يلي قابضا في التلابيب، متى تفارقني وتقطع مودتك، عمت عيونه بالرمد والمشاهيب، وعسى المقادير اللي جابتك ودتك. الجوع شيمة نالها السبع والذيب، والصبر أقوى من عزومك وشدتك، ما ماتت من الجوع حرش العراقيب، إلا السراب اللي بيفتك بها فتك. والفقر ما هو عيب، لا والله العيب إنك عن الأجواد تبخل بمدتك، ودام الكفن ما فيه مخبى ولا جيب، يا فقر لا تقطع علينا مودتك. الله صح الله لسانك. وقلت واحدة أخرى يعني 5 أبيات، نتيجة الضنك ونتيجة إنه مرت ظروف وهكذا، وأعوذ بالله من الفقر بعد الغنى. هذه مصيبة كمان، هذا نفرد له كلام لحاله. لكن قلت في يوم ضاقت الدنيا كذا، ترى الفقر يمر على الكثير وعلى حتى في بعض الأغنياء يعتقد نفسه أنه فقير، وبعض الأغنياء قد ربما ينتكس بعد. قلت اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قلت يا مالك الملك كان الموت خيرا لي، توفني مسلما وادخلني الجنة، صبري نفد والزمن مدبر ومتغلي، والفقر ملعون الله ينتقم منه، والحظ الأقشر يلازمني كما ظلي،
والرزق محبوس يا ذا الفضل والمنة، حتى الأمل ما بقى عندي ولا ملي، ما غير في وسط صدري لاهب الكنة، وش عاد بقول ولا اش عاد بخلي، الفقر ما يستحي وانا استحي منه، يلا برزق ينسيني التعب كلي، ولا بموت على الإسلام والسنة، ولا بموت على الإسلام والسنة. صح الله لسانك. صح الله بدنك. كنت قبل شوي يعني ذكرت لي يعني محاولة التطبيع مع الفقر، أنا هذا يعني حاط له محور. يعني دائما ما نرى حتى أحيانا أسماء كبيرة وثقيلة، شيوخ أيا كان متحدثين على صهوات المنابر، يعني خطابهم وكأنه يعني محاولة تطبيع الفقراء مع الفقر، كونوا فقراء ارضوا بفقركم أنتم أكثر أهل الجنة. يعني على الرغم من أن هذا الأمر له تداعيات كبيرة على مستوى الأمة كاملة. ما رأيك بهذا الفكر وهذا التيار؟ يا أخي أسأل الله أن يجمل حالك ويبيض وجهك على هذا السؤال. هذا التطبيع وهذه مخدر أو إبر تخدير، أول من اصطنعها هم الأرستقراطيين أو الرأسماليين أو رجال الأعمال الذي لديهم نهم، وهي نشأت في الغرب. الحمد لله مجتمعنا الإسلامي حتى وإذا وجدت حالات شاذة ولكن الدين وضع ضوابط، اتبعت ما اتبعت ولكن لدينا ضوابط، والأكثرية الحمد لله. لكن هي الموضوع هذا نشأ في الغرب ونحن قلدناه تقليد. أما ديننا فهو سبحان الله، يعني الإسلام قد ربما بعض الناس بعقله القاصر أو تفكيره المحدود يقول لك إيش التناقض هذا، يعني بينما يدعو إلى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، تجد آية أخرى تقول مثلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأعتقد أن أكبر مصيبة في الدنيا تكون من ضمنها الفقر بعد الفقد. قد ربما تفقد عزيزا وغاليا، هذه مصيبة، ولكن الفقر من أشد المصائب، فلا يوجد تعارض بينهما. التطبيع مع الفقر هذه مصيبة، هذه أم المصائب. أولا المجتمع الفقير لا ينتج لنا جيل متعلم، جيل مثقف، جيل نواجه به الدنيا، جيل يستطيع أن يقف على قدميه، جيل يبني دول، يبني أمم. هذا مستحيل. لذلك التطبيع مع الفقر هذا جريمة. أكثر ما يلمني ويحز في نفسي، والحمد لله أنها حالات شاذة كما قلت، حتى لا نعمم لأن التعميم صفة الجهلاء. بعض الأئمة قد يرتقي المنبر ويا أيها الناس يعني حتى في بعض الإسرائيليات يقول إن نبي الله سليمان عليه السلام يدخل الجنة بعد الأنبياء ب40 عاما لأنه كان عنده أموال. يا أخي هذا ضحك على الدقون. يا أيها الناس اقتنع وارضى بحظك فالدنيا متاع زائل والمال وسخ الدنيا. أنا لولا عفة لساني لقلت هذه الكلمة عليه، هو الذي يقولها. المال ليس وسخ الدنيا، المال طهر، المال نقاء، المال يحترم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا حبذا الرجل المال الصالح في يد الرجل الصالح يقول به هكذا وهكذا وهكذا، يعني يكرم به الضيف ويصل به الرحم ويقضي به الدين ويعف به نفسه عن الحرام. فالتطبيع مع الفقر هذا مصيبة. بعض الشيوخ، أنا قلت لك نرجع لموضوعنا، قد ربما يعظ ويطلع المنبر يا أيها الناس اقتنع وارضى فالدنيا متاع زائل ستموت ولن تأخذ إلا حفنة التراب. يا أخي أخذ حفنة التراب ولكنني كنت معززا في هذه الدنيا وأخذت من حظ الدنيا. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ليش أموت فقير؟ واحد يريد يضحك على الناس ويقنع البسطاء من هذا التخدير، قال ليش الفرق بيني وبينك؟ واحد ما شاء الله غني، وما شاء الله أنت عارف أهل الغنى الله يزيدهم، لا نحسد ولا نحقد على حد، متين ومليان وممتلئ، يعني عليه علامات الراحة والبسطة في الجسم يعني أنه الغذاء والراحة والدعة والسعة تبان على الشخص. فقال له ويش الفرق بيني وبينك؟ بينما هذاك نحيف وضعيف أكل عليه الدهر وشرب. قال له ايش الفرق بيني وبينك؟ انا بموت وانت بتموت، بس انا الديدان ما بتلاقي فيه وانت الدود بتلاقي فيك. يا اخي تضحك على نفسك، انت تضحك على نفسك. يا اخي خلي الدود يشبع، ولكن الرجل عاش منزها وعاش عزيزا واستطاع ان يعني يكون اسره، يبني اسره على صح، علم ابنائه كما يحبون او كما يحب هو، ترك لهم شيء يحمدون الله ويشكروه عليه. وراح هو إذا وصل الإنسان إلى مرحلة من العمر، على فكرة خاصة السن الذي هو سن الرشد الحقيقي 40، يبدأ في مراجعة النفس، وهنا تكون الحسابات. هل أنا راضي على نفسي؟ لحد الحين أنا عملت إيش اللي وصلت له أنا؟ هذا السؤال ده مصيبة، وهذا السؤال أنا هذا يعني يحز في نفسي كثير، ولكن الحمد لله. فالتطبيع مع الفقر بخلاصة القول
هو آفة ومصيبة وتجهيل، وهو اختراع غربي التقطته بعض العقول وبعض الناس يا إما ببساطة عن حسن نية، يا إما بخبث ومكر حتى لا تصل إلى مستواهم، يريدوا أنه تكون أنت دائما في احتياج لهم. فالتطبيع مع الفقر مصيبة المصائب. ديننا لا يدعو إلى الفقر. صحيح صحيح. أصلا عندما تكون فقير يعني الفقر يمنعك من أنك مثلا تكرم الضيف، من أنك حتى تؤدي الزكاة، واجبات الدين واجبات يعني المروءة يفقدك إياها. لكن أستثني شيء واحد. طبعا. الله سبحانه وتعالى حتى لا نكون يعني والعياذ بالله دخلنا في شطط من القول. أو شوف الإسلام الحمد لله إن احنا من أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس، وديننا مذهب الوسطية، الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. في بعض الحالات إذا قدر على الشخص رزقه هذا المحدود وهذا القدر، هو قد بذل الجهد وسعى وحاول، إياك أن تمد عينك إلى غيرك أو تقول أنا ليش وكذا. هنا أمرك الله سبحانه وتعالى بالصبر ولك العوض. أما إنه الإسلام أمرك إنك تنام ومش مشكلة وخليك فقير عشان تدخل الجنة، يا أخي الأكثر أهل الجنة هم الأغنياء. وأقول لك كيف. عثمان بن عفان رضي الله عنه أوقف بئر معونة، إلى اليوم ما زال ريعها يصل إليه، ما زالت إلى اليوم 1400 عام وما زالت إلى اليوم يشرب منها الحجيج. هذا كان رجلا غني. وكان واحد من الصحابة الفقراء يقول له يا أمير المؤمنين يا عثمان، قبل الإمارة، قبل أن يتولى إمارة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين، قال يا عثمان كيف استطعت؟ كيف توفق بين هذا المال وتدخل تصلي في المسجد وما تفكر وذا؟ قال والله إني لأخلع الدنيا كما أخلع نعلي هاتين. فالغني المنفق هو الخير، هو خير من الفقير المتكفف. ترد حتى الفقر عدو الدين. لا نضحك على بعض البعض ولا يضحكوا علينا ويخدروا كذا. ما أقول للناس روح يحصل على المال وجشع وكذا، ولكن زاحم الصفوف إن استطعت، ابني لنفسك مجد إن استطعت، افتح مشروع، جرب، حاول. أنا حاولت ونجحت وحصلت انتكاسة وكذا، ولكن بإذن الله سأقف من جديد. أنا أتكلم عن نفسي. فما هو عيب إنك تطمح أن يكون عندك مال، العيب أن تنظر إلى ما في يد غيرك أو تحسد أو تحقد. أو هنا يكون طريقة كسب المال أو طريقتك تمني فاشل، وقد تقوده نفسه إلى ما لا يحمد عقبه هذا. أما الإنسان اللي عنده طموح فالإسلام يدعو إلى الغنى. الغني المنفق وين أحسن؟ تجد إنسان يصرف على أسرة ويطلع لنا أسرة متعلمة وأسرة مثقفة وأسرة عندها إبداع وأسرة، ولا إنسان مطلع عياله على فقر، على شقاء، على هم، بدون تعليم، بدون كذا. يا رجل أنا أحمد الله رغم ظروف الوالد الله يرحمه ويحسن إليه حاول أن يعلمني بكل السبل والحمد لله رب العالمين. أقل شيء يعني لو كان تركني بدون تعليم يعلم الله كيف يكون مستواي. لا أقدر أواجه الحياة بظروفها بصعوباتها بكذا، هي ما همها هذا ترى. صحيح. ما فرشت لنا الحرير. صحيح. فلذلك الغني المنفق والذي يعلم أن لله حقا معلوم في هذا خير 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 كثير. أما الفقير لا يضحكوا علينا معه، ترى ما هي وسخ الدنيا والله العظيم، ده هي أحلى من الديتول يا رجل، أنظف من الديتول والعطور. طيب على موضوع الثقافة والأخلاق وبناء الأسرة، عبد الرحمن بن خلدون يقول في مقدمته الشعوب المقهورة تسوء أخلاقها. يعني لا تحدثني عن الفضيلة وأنا جائع وأبنائي لا يجدون ما يطعمون، كلام فارغ وكلام تنظير. فمثل هؤلاء يعني الأصوات اللي تحاول تطبع العلاقة بين الفقراء والفقر. سؤالي من المستفيد أولا؟ هل لأن أنا سألت أكثر من شخص وقال لا، يعني ما هو الطبقة الغنية اللي وردت هذا الفكر، وإنما الفقراء أنفسهم الذين عجزوا عن أن يأتوا بالمال. فمثل ما يقول اللي ما يطول العنب يقول عليه حامل يقول. فهذه من كلام الفقراء. ما رأيك أنت؟ لا شوف، الرأي ما يكون بالمطلق، كل قاعدة ولها شواذ. صحيح قد ربما يكون المجتمعات يعني لها دور دون التدخل من الرأسماليين أو من الأرستقراطيين، لكن لا ننكر ويجب علينا أن لا نغفل هذه النقطة. الأرستقراطيين والرأسماليين والله لهم اليد الطولة في ترسيخ هذا المفهوم، وفي إقامة حاجز كبير بين الغني والفقير حتى تظل أنت في الاحتياج ومستهلك وتظل في الخدمة. أنا مرت علي رجل، خلينا نتكلم على بساطة أحمدي يا أخي، رجل
رجل أول ما بدأت أشتغل وكنت أموري طيبة وكذا وجاي ينصحني، ورجل كبير في العمر، أحتقر، ما زلت إلى الآن أحقد على هذا الرجل، ليس حقد إنما نظرته نظرة شزار، ازدراء. يقول لي قال انصحك نصيحة، قلت له تفضل. أنا قلت أكبر منك بيوم يعتبر أكبر منك بسنة، وخذ يعني الحكمة المجرب ولا الطبيب. هذا رجل جرب الحياة وهو أكبر مني يمكن بحوالي 15 سنة أو خلاص كبير، شايب كبير يعني، أنا شايب ما بالك هو. يقول لي قال شوف أنا أنصحك نصيحة، إن شاء الله لو نجحت في سنة أو سنتين في أي مشروع، إياك ثم إياك ثم إياك إنك تخلي العمال أو المجموعة الذي جبتهم ونجحت بيهم في الأول وشافوك وأنت لسه كنت في حالة الصفر والحين نجحت بسرعة، كنسلهم على طول أو إلغيهم على طول. أو ليش؟ أنا صدمت، قلت له ليش؟ ما أريد أذكر اسمه لأنه حاليا هو مش موجود عاد، وهذا الكلام ما كانش في الإمارات، كان في السعودية. قلت له ليش يا أخي؟ أنا هذا السؤال كيف يعني يهون عليك بعد العشرة وبعد ما وقفوا معاك وهم في الأخير قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق؟ قال لي لا، الرحمة ذي ما تنفع في هذه المواضيع. قال أول حاجة شافوك وانت فقير راح يظلوا على طول الله يرحم يوم ما كنت لسه مش لاقي تاكل، ويعيبوا قالوا يتغامزوا ويتلامزوا عليك، ما نعرفه يوم ما كان لسه حافي. يا أخي هذا إحساس بالنقص وهذا ظلم وإجحاف يا أخي. العامل بالعكس، أنا والله العظيم أتمنى وأسأل الله ربي يعلم النوايا، إنه قلت له هذا في نفس اللحظة، قلت له شوف أنا أول مرة يعني أعرف إنه أنت إنسان بهذا الجشع وهذه البشاعة. قال لي بقى أنت مش حتنجح بالحنية والرحمة. قلت له يا أخي لأن أكون رحيما خير من أن أكون فظا غليظا. يا أخي الرحمة هذه ما نزعت من شيء إلا أصبحت طامة كبرى. يا أخي أنا بالعكس، أنا المفروض عندما أزيد إذا نجحت إن شاء الله بزودهم عشان يحبوني أكثر، وعشان ما ينظروا لي نظرة إنه أنا يعني الله يرحم يوم ما كنت لسه فقير والحين خلاص مثلا ركبت سيارة ولا شيء، ولا جبت لك سيارة جديدة بعد سنتين من بداية نجاحك أو شيء، يعني هل حيقولوا إحنا اشتريناها لك؟ لكن عليك أن تكون كريما. غير وضعك، أنت بدأت ضعيف وكان راتبه مثلا الراتب 3000 أو 4000. يا أخي من الجود ومن الكرم ومن الطيبة ومن عطاء الله سبحانه وتعالى أن تضيف له 1000 درهم وأنت مقتدر. هنا ستزيد المحبة أكثر وسيخلص في عمله أكثر وستكون أنت مأجور أكثر ومحبوب أكثر. أما أنك تقول لي خلاص إلغيه وكنسله، هنا الجشع، هنا تغول المال. هذا رجل بسيط، هذا رجل بسيط على فكرة، هذا الشائب اللي نصحني بهذه النصيحة. ما أقول لك إنه رجل مثلا متعلم ولا رأس مالي، ولكن من أين أتت له هذه الفكرة؟ عندي إحساس إنها تناقلت وتواترت، سمعها من حد وهذا سمعها من حد وهذا. فالمجتمع الرأسمالي له دور، بس مش الدور كامل. لا نلقي بكل أخطائنا يعني شماعة نعلقها على الغرب. ترى احنا لو الغرب ما يحارب اللي يريد أن ينجح، لما يشوفك أنت ماشي في الطريق الصح يحاول يحاربك، يحاول إنه يوقف الدولاب، يوقف عجلة الحركة، يرمي العصا، يحط عصا في الدولاب كما يقال، ولكن في الأخير يحترمك ويقدرك. ولنا مثال، عدة دول شقت نفسها من الصفر وبنت اقتصادات عظمى واقتصادات كبيرة. لعلك تتذكر سنغافورة عندما بكى الرئيس السنغافوري وقال أنا في بلد يعني تهلكه الملاريا والبلد كلها مستنقعات، مساحتها 90 كيلو متر مربع، ما عنده إمكانيات لا ثروات ولا شيء. لا 90 كيلو فقط، 96 كيلو فقط لا غير. أصغر دولة تعتبر 96 كيلو، وراجع هذه المعلومة، دولة صغيرة جدا، جزيرة سنغافورة. بكى في لقاء أمام الأمم المتحدة، أتى من يقول أنا أتيت من بلد ليس فيها إلا الخيزران. تعرف الخيزران؟ نعم صحيح. هذه فقط مجرد مستنقعات. استثمر في العقول، بدأ بالتعليم واستثمار العقول، حط وضع إداري صحيح، أحسن الإدارة الصحيحة. اليوم سنغافورة تعتبر ثانية، يعني من ما نقول من التوب، أيوة، من ضمن الخمسة يقولوا السبعة الاقتصادات الكبرى في العالم. صحيح. أيضا ألمانيا نهضت من تحت الركام، اليابان نهضت من تحت الركام. فنحن لا نلقي بكل فشلنا الغرب هو على طول المؤامرة، نظرية المؤامرة هذه خلاص أصبحت ممجوجة وهذه سامجة. الغرب له يد بسيطة، موجود له يد لا ننكر، ولكن نحن بأنفسنا إحباط من المجتمع، إحباط من الفرد نفسه، محاولة يعني فقط لا غير الشعارات، نمشي بالشعارات ونردد شعارات، هذه لا تؤكل عيش.
شق طريقك. الغرب يحترم القوي، يحترم الذي لديه خطة. من لديه خطة ويريد أن ينجح، الغرب ما راح يجي يمسك لك خلاص، يحاول أن يوقفك لأهداف اقتصادية أيضا عشان تظل مستهلك. ولكن عندما يراك ناجحا يقول لا والله حياك الله، طالما وأنت ناجح فرضت نفسك، الحين حتعامل معك غني لغني، برضه حستفيد منك وأنت حتستفيد مني. لكن لو أنت مستهلك الاستفادة أكثر. ولنا في دول الخليج بالذات خير مثال كيف نهضت يعني قبل 50-70 سنة، كيف كان الوضع، وما شاء الله تبارك الرحمن نهضت وبنت إنسان قبل أن تبني الأوطان. اسمح لي في هذه النقطة استطرد قليلا واسترسل. فيه بعض ناس وجدتهم أنا يا إما في الإنترنت يا إما في الواقع، تقول له يا أخي شوف دول الخليج كيف بنت نفسها من الصفر، يجي يقول لك إحنا حضارة مش عارف. يا أخي سيبنا، لا تتكلم لي على أجدادك وعلى الكلام الفاضي هذا، البكاء على الأطلال. أنت مين اليوم؟ يقول لك تقنعه بهذه الطريقة، تقول له ترى الدول العربية كلها، الشرق الأوسط يعتبر من مميزاته مهبط الحضارات. الدول العربية كلها تعتبر حضارات، ما في دولة بدون حضارات، وحتى اللي ما لهاش حضارات راح يقول لك أنا شريكك في هذه الحضارات. صحيح. قبل 500 سنة قبل 1000 سنة أنا شريكك فيها، ما عرفك إنه أنا كنت هنا وأنت كنت هنا. كانت العرب كانت كل خلطة، فكل إنسان له حقوق في هذه الحضارة، سواء كانت حضارة اليمن، حضارة العراق، حضارة الشام، حضارة الخليج، أي حضارة، حضارة مصر، كلنا شركاء. كانت الدنيا كده خلطة مع بعض. تقنعوا في هذا الجانب، يجي يقول لك لا هم عندهم بترول. يا أخي ارحمونا يا أخي، يا أخي ليش الفشل؟ البترول موجود في معظم الدول العربية. صح. ومع ذلك في بعض الدول معها بترول ومشهورة بالبترول، ولكن للأسف الشديد أحيانا قد يكون البترول داءنا منا، يصبح هو من ضمن الأسباب الداء والمصائب. صحيح. قد ربما يحصل عليه تنافس عالمي، قد ربما يحصل عليه تنافس محلي، قد ربما يتم تعطيله بقصد وبغير قصد، أو ربما يستخرج ولا يوزع بطريقة عادلة، ولا توجد إدارة، ما تعرف أنت تراقب الخارج والداخل. لنا مثال يعني مع محبتنا للجميع، لا نسمي دول، ولكن في دول فيها بترول أكثر من الخليج. إذا أردت أن أسمي ما يحتاج. والله تمتلك ثروات أكثر من الخليج في بترول. صحيح. ومع ذلك بل بالعكس، كمان في دولة كمان تمتلك الماء والبترول، نهر يعني نهر البترول ونهر الماء. وللأسف يعني مع محبتنا واحترامنا لكل الدول العربية كلهم أشقائنا، لا نفرق بين أي دولة ودولة. بالذات أنا كيمني ترى محبتي للجميع متوازية، ميزان واحد. والله أحب العربي الذي في موريتانيا، والله الذي لا إله إلا هو. نحن أبناء عمومة وأهل وأنساب ودم ودين الأصوات النشاز هذه لا نحسبها. فالموضوع ما هو البترول. تيجي تقنعه بالطريقة الثانية، تقول له ما هو البترول. البترول موجود في عدة دول. الإدارة، طريقة الاستثمار، الترشيد في الإنفاق، معرفة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، البعد عن الشعارات الجوفاء، وضع خطط طويلة المدى، النظر إلى الأمام، يكون نظرة الإنسان أمام أنفه، النظر إلى البعد، كيف سأبني وكما قلت دول الخليج خير مثال. لو كانوا ركنوا أو اتكلوا كما نحن كان حيكون وضعهم أسوأ مننا، تعرف. لكن إذا صلحت النوايا أو إذا صدقت النوايا صلح العمل. أخلصوا ووضعوا خطط وأحسنوا الإدارة، هذا هو رمز نجاح. أنا في مرة قرأت والله كاتب أمريكي لا يحضرني اسمه الآن، يتكلم عن دولة من دول الخليج. شوف لحد وين يعني أنا أعتبره حقد وأعتبره في نفس الوقت اعتراف منه. والله إن وهذه يشهد الله عيني، هذه يعني اللي قرأت هذا يقول قال إن القزم، شوف الحقد هو من أصول يهودية، أمريكا من أصول يهودية. يقول إن القزم قد يرى أكثر من العملاق إذا وقف على كتفيه. وإنني أتحدث عن دول الخليج التي استطاعت أن تبني نفسها بالاستعانة بالخبرات الغربية والتكنولوجيا الغربية. فانبهرت عندما زرت عاصمتين من عواصم أو دولتين من دول الخليج، أين وصلوا. كانوا يصورون لنا إياهم إنهم رعاة إبل ومش عارف. هذا هو بيتكلم بلسانه والله العظيم، يعني ينسب الفضل لهم. ولكن أنا أعجبني هذا الكلام رغم أنه أساء لما يقولوا القزم، لكنه أثبت. أيوة، العرب ما هم أقزام، سواء الخليجي سواء المغربي سواء المصري، إحنا مش أقزام. الحضارات تتلاقح، ربما ساء حظنا حاليا، ولكن أخذوا مننا في الأندلس وباعترافاتهم هم
الحضارات ترى تعطي بعضها البعض. نعم أخذنا منهم في الوقت الحالي، يسبقون في الوقت الحالي بسبب ظروف، وهم لهم السبب الأكبر. الاستعمار يعني كان من ضمن أسباب التأخر. لا نرمي عليهم كل الحمل، برضو إحنا فينا أسباب. لكن لا تجي تقول لي إحنا مثلا وكالة ناسا فيها أكثر من 53 عالم عربي ومسلم في مقدمة الصفوف من أكبر العلماء، فأنت مش وحدك في هذه الحضارة. الحضارات تتلاقى. الشيء الثاني، أنت أخذت الأساس حتى في الطيران. عباس بن فرناس كان أول من اجتهد في الطيران، وترى مشوهين الصورة أنه سقط من أول مرة. ما سقط من أول مرة، نجح في التجربة الأولى والثانية وسقط في الثالثة. فكان هو العمود الأساسي، وباعتراف أكاديميات غربية أنه عباس بن فرناس أول من وضع أساس الطيران، ولو مخترعات أخرى بس اختصروا لنا الموضوع في هذا. صحيح، كان عبقري وكان عالم كبير ومخترع. فالغربي لا يجي تفشخر علي ويقول لي إنه، رغم إنه أساء لما قال القزم يرى أكثر من العملاق إذا وقف على كتفيه، بس أنا أعجبني إنه أثبت إنه دول الخليج. ولا حد يطلع يقول لي مثلا وش دخلك أنت بالخليج؟ يا أخي إذا جارك بخير أنت بخير. ما أريد شيء من دول الخليج ولا بدون راتب، ولا أنا مدافع عنهم. كل إنسان كفو يدافع عن نفسه. بس والله العظيم إنني أفرح لأي دولة عربية، حتى موريتانيا. أقسم بالله إن أنا أرى موريتانيا دولة عربية، أشقائي وأهلي وأبناء عمومتي. أكيد. فما بالك هذول اللي جنبي، الحائط بالحائط، الجدار بالجدار. يا أخي صح. أقل استفادة أستفيد منك يا أخي. خليني أنا أعتبرني أناني وأحب نفسي. أجيت اشتغلت عندك، الناس للناس. صحيح. لو أنت فقير وأنا فقير وين أروح؟ هل ذلك يقول لو جارك بخير أنت بخير. فأنا أعجبني حينما أساء في الأول وقال القزم يرى، ولكنه أثبت أن دول الخليج قد وصلت إلى مراحل أصبح في نفسه شيء من الغل. هذا يرضيني أنا. طيب، كنا تكلمنا عن محاولة التطبيع مع الفقر. في كثير من الناس يعني استغفر الله، ولكن كأنهم ينسبوا السبب للإسلام. يقول لك الإسلام هو اللي يحث، وطبعا هذول يعني في ناس متدينين وعاظ بسطاء مساكين اللي يخرجون ويحاولوا يخلوا الناس يرضوا بوضعهم. أكثر أهل الجنة الفقراء، اصبر وما أدري إيش. فسؤالي، الفقر في ميزان الإسلام، وكيف يرى الإسلام الفقر؟ بعض الناس أو العامة، نقول العامة يعني، قد ينظر إلى الموضوع على أنه الإسلام أمرنا بكذا وخلاص، وأنه الإسلام له دور ويرغب. طبعا هذا كلام لا أساس له من الصحة، وغير منطقي ولا هو واقعي. الإسلام دين ودنيا. الإسلام يصلح أمر الدين مع الله والعبادة والتنزه مع الله سبحانه وتعالى، ويصلح لك أمر دنياك، لأن الله الذي خلق الإنسان يعلم ما يضره وما ينفعه. فالإسلام إنما أراد أن يوافق ويوفق بين هذا وذا. ومن قدر عليه رزقه فليتق الله. هنا أعطاك القناعة. في آية أخرى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. لا تمد عينك، لا تكون أناني وطماع وكذا. حفظ لك مالك أنت كغني، وحفظ لي قدري أنا إذا كنت فقير. لكن هل أمرني أن أقول فقر؟ هل في آية تقول أكونوا فقراء؟ ما فيه. الإسلام نزه النفس البشرية ووضع فيها وازع من العزة ومن الاحترام لحقوق الغير، أنك لا تمد عينك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال في غزوة العسرة: يا أيها الناس من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا، أو فليجد به على من لا زاد له. ما قال خلاص خلوا يا أغنياء صرفوا على الفقراء، قال من كان عنده فضل الزائد ورغب فيه ترغيب، ما مسك حد من إيده وقال له يلا ادي. عكس الاشتراكية التي تأخذ أموال بالقوة ويقول لك مشاع للجميع، يلا اشتركوا كلكم، شائع للكل وسميت. وعكس الرأسمالية التي تتغول. الإسلام عالج الموضوع برحمة وبإقناع وبحظ. إذا وجد بعض الحالات من الشيوخ، ربما احنا نقدم حسن النية يا سيدي يا صاحبي، ما نتهموهم، ولكن قد ربما يكون بحسن النية عشان الفقير ما يموت من الغيظ والكماد. أنا أختار له الأشياء التي تحض على الصبر. أما إذا كان يعني يعلم أنه يخدر الناس بهذه يعني الوعظ وبهذا، فهذه مصيبة. وأنا أعرف بعض الشيوخ
بعض حالات شاذة. قد ربما يكون في بيته هو المحمر والمشمر، يروح يتغدى أحلى غداء ما شاء الله والمحمر، بينما كان في خطبة الجمعة: يا أيها الناس واصبروا وقد عاش المسلمون في شظف من العيش من قبلنا، وفي الأخير ستموت سواء يعني كنت مأمورا أم أمير، غنيا أم فقير، تركب الخير أم تركب الحمير، ويروح في بيته ما شاء الله. تعرف يخالف فعله قوله. هذا مصيبة، هذا يعني هذا مصيبة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني الإسلام حظ على الغنى ومحاولة كسب المال. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى إليه رجل فقير قال: اعطوني مما أعطاكم الله يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتمتلك في بيتك شيء؟ قال: والله ليس لدي إلا قعب وحلس. القعب هذا ما يشرب به الماء، والحلس كان بسط الذي يصنع من الخصف، خصف النخل يبسط على الأرض، هذا الخصف. ما معي إلا قعب وحلس، هذا الحلس. قال: روح وأتيني بهم، اذهب وأتيني. راح جابه القعب والحلس وجابه عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال: اذهب وبيع وأتيني. روح بيعهم. وراح باعهم ب3 دراهم. خذ ال3 دراهم، قال: اطعم نفسك بهذا واذهب واشتري فأس وعد إلي. راح اشترى فأس. قال: اذهب واحتطب وبيع، خير لك. إن هذه المسألة تأتي على جبين صاحبها يوم القيامة نقطة سوداء أو نكتة سوداء، في رواية نقطة وفي رواية نكتة سوداء وعلامة. نسأل الله الستر. من يتحمل أن يأتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة والناس على صعيد واحد وهو عليه علامة، يفضح أمام البشر أنه كان يتسول وهو يقدر أن يعمل؟ هل الإسلام أباح التسول؟ يجي واحد ثاني مثلا من أصحاب العواطف، ترى العقل غير العاطفة، يقول لك: طيب في حديث ثاني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعطوا السائل ولو جاءكم على فرس. نعم، هذا هو ديننا. نحمد الله أننا من أمة خير البرية وسيد البشرية، هل يمن يمينه والحنيفية دينه عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، إذا أتاك السائل لا تعرف عنه، ربما يصل إلى مرحلة الإدقاع. طب تقول لي راكب فرس، شوف الذوق. الحين يسموه هذا الكلام اتيكيت. شوف يا أخي التعامل، اللباقة في الإسلام، الرقي، الرحمة، لا تكسر خاطره. ولذلك القرآن عالج الموضوع، قال: كلمة طيبة خيرا من صدقة يتبعها أذى. يا أخي لا تشتموا ولا تسبوا ولا شيء، إذا ما معك قل له ما عندي. جاي لك على فرس تعطيه، أيوة اعطيه طالما وقد أذل نفسه، لكن إياك كل قضية وكل حالة تقدر بقدرها. يعني الاحتياجات ما هو خلاص حتى يصبح المجتمع عاطل وعالة وكله يقول لك خلاص كذا حنعيش على. لا، ترى الإسلام وضع لها ضوابط، وحض على العمل، وحض على الكسب، وحض على أن تكون اليد العليا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير وأحب إلى الله من اليد السفلى. فالإسلام بريء من كل ما ألصق من هذه نعم، يعطيك حق الصبر ويحضك على الصبر، على الثبات، على العزم، على عزة النفس، في حالة ما يكون طرقت كل الأبواب وبذلت كل الأسباب وجاهدت وكافحت وقدر عليك رزقك. الإسلام ما أباح لك إلا في الضرورة، في الضرورة القصوى. النبي عليه الصلاة والسلام يوم ما مسك هذا الرجل قال له: إن هذا الأمر، المسألة يعني سؤال الناس، لا يكون إلا في 3: لذي غرم مفضع، أو دم موجع، أو فقر مدقع، والعياذ بالله. والفقر أنواع. أنا كنت بسألك أولا، متى يعني يطلق على الإنسان فقير؟ يعني الفقر درجات، متى يكون المرء فقير؟ أحسنت. الفقر درجات، 8 أنواع الفقر. في العصر الحديث أضيف إليها، أصبحوا 9، أضيف إليها فقر جديد والعياذ بالله، نسأل الله. الفقر الجديد هذا التاسع ما كان من تصنيف اللغة العربية، قديما أطلقت 8. أولهما الحاجة، وهي الاحتياج إلى الضروريات. إنسان عايش ولكن ينقصه بعض الأشياء، هذا فقر الحاجة. تأتي بعضه فقر الخصاصة، وذكرت في القرآن الكريم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقر الخصاصة تمتلك بعض الأشياء وتنقص عنك كثير من الأشياء. تأتي بعدها فقر العيلة، والعيلة هذا فقر شديد، تكون معال بسبب كثرة العيال
وبسبب كبر العائلة لا تستطيع إطعام الجميع ولا كذا. ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، قال وإن خفتم عيلة فسيغنيكم الله من فضله. يأتي بعدها الإملاق. الإملاق العيش الصعب، العيش الشظف. وذكرت في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. يأتي بعده المسكنة. اللهم أجرنا واحفظنا يا رب. المسكنة، الفقر يجعل الرجل قليل التفكير، ساكن الحركة، ضعيف الإقدام. الفقر مصيبة المصائب، فيكون الرجل كأنه سكن إلى الأرض، سكن إلى حتى التفكير عنده خلاص أصبح مشلول، أصبح لا يستطيع أن يبدع ولا أن. هذا مرحلة المسكنة. تأتي بعد هذا مراحل، أخطرها وأشدها الدقعة، وهي مشتقة من كلمة دقع على وزن فعل في اللغة العربية، أي التصق بالأرض الجرداء التي لا تنبت ولا يعني لا عاد تنفع لا جربة ولا جراب. أصبح دقع في الأرض أي التصق بأرض لا تنبت جرداء لا ماء فيها ولا هواء. أصبح يفترش في الأرض ويلتحف السماء. هذا هو الفقر، واشتق منها المدقع والعياذ بالله. هذا ما بعد شيء، هذا أصبح ملتصقا بالتراب، لا سقفا يستره ولا أرضا تحمله إلا ملتصقا بتراب أو دقع على التراب. وهذا هو أشد أنواع الفقر. فأضافوا إليه في العصر الحالي، أنا مش من محبي المصطلحات الغربية وكذا، لكن حقيقة إذا فكرنا بها بعقل وأمعنا النظر فيها هي حقيقة، الفقر التقني أو التكنولوجي. وفعلا والله الفقر التقني إنه الإنسان الذي ما وصل إلى تعلم الكمبيوتر والإنترنت والشبكة العنكبوتية وأصبح لديه معرفة كاملة عن هذه، أصبح سيضاف إلى الفقراء. ولو كان هذا الاختراع قديما في لغتنا العربية لأضافته وحطته من ضمن الأهمية، يعني ما أعتقد أنه كانوا يضيفوه رقم 9، كانوا ممكن يخلوه رقم 3 أو 2. ولكن هذا ظهر حديثا. حاليا كيف هذا يعتبر من ضمن الفقر؟ نعم، الفقر التقني حاليا إحنا لو عندنا قدرة على التكنولوجيا وقدرة كبيرة جدا، يعني تكون أنت مبدع مبرمج أو وصلت لمرحلة بإمكانك أنك تشتغل وأنت هنا، ترى تشتغل في الهند. شوف الهند اللي تعداد سكانها مليار، أو في الصين تشتغل براتب كبير مع شركة ضخمة جدا وأنت في مكانك هنا مبرمج أو كذا، وهذه موجودة. يعني صارت صنعة العصر. صار أيوة. فالفقر التكنولوجي أن يكون الإنسان ما عنده قدرة على البرمجة، هذا موضوع الإنترنت موضوع كبير كبير كبير، وسيصبح هو أضيف فقر، هو أصبح فقر. أنا أعلم، لم أرى بعيني ولكن والله أعلم وسمعت من ناس كثير أنه في ناس هنا في الإمارات ومع ذلك عنده قدرة أنه يشتغل وهو في أمريكا، يشتغل في أمريكا وهو هنا أونلاين. صحيح. وبرواتب مغرية جدا. صحيح. ما هو أسهم ولا كلام فاضي من هذا، لا بالعكس، عمل مع شركات، ترويج، كثير بيع، موضوع كبير كبير كبير. فهذا يضاف إلى ما تحدثنا عنه من 8 الأنواع من الفقر الذي هو الفقر التقني. فنصيحتي لكل إنسان يستطيع أن يعلم أو يتعلم في هذا الوقت أن يهتم بهذا الجانب، لأنه الأمية ما عادت الحين كما كنا نعتقد زمان، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ما هذه خلاص لا عاد تفيدنا لا قراءة ولا كتابة. ترى الأمي الذي لا يستطيع التعامل مع الإنترنت بشكل تقني بشكل كامل، مش تدخل لي ولا تعمل لي شوية، لا، إنترنت معنى الكلمة يعني تكون تقني، تكون مبرمج، تكون وهلم جرا. عندك قصص عن الفقر الشديد؟ نعم. سمعت قصص، مرت بك حوادث؟ كثير كثير. اذكر لنا شيء. يكفي قصة المهلبي، هذه قصة محزنة جدا لعل فيها عظة وعبرة، تقلبات الزمان. المهلبي كان رجل فقير أصابه الفقر المدقع، وصل إلى مرحلة الفقر المدقع. فكان في يوم يمشي هو ورجل من التجار، يعني حاله تمام، حاله ما شاء الله تاجر، اسمه عبد الله الصوفي. فمروا في الكوفة أمام لحام، رجل يبيع اللحم ويشويه، فشم رائحة اللحم وهو لا يتذكر متى آخر مرة أكل اللحم المشوي، ما يتذكر كم صار لي ما أكلته هذا.
فأنشد يقول: ألا موتا يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه. ألا موتا لذيذ الطعم يأتي ينسلني المرار ما أنا فيه. ألا موتا لذيذ الطعم يأتي يخلصني من العيش الكريه. أحسن. إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لو أنني فيما يليه. ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. أيوة. هو أصبح يتمنى الموت. أيوة يتمنى الموت. فسمعه عبد الله الصوفي فراح اشترى له بدرهم. ركز معي، بدرهم لحم. موضوع ما هو كبير، ولكن الفقر مصيبة يا أخي. ترى الدرهم عند الفقير يصبح حاجة كبيرة. صحيح. خاصة إذا وصل لمرحلة الإدقاع. والله العظيم الدرهم ممكن ما عاد يلاقي يشرب المية معه. هذا شيء أكيد. راح اشترى له بدرهم لحم وأعطاه وأكل وخلاص، كلنا انصرف إلى حال سبيله. ومرت الأيام وأنت تعرف تقلبات الزمان وتقلبات السنين دوام الحال من المحال. سبحان الله، عبد الله الصوفي افتقر وضاعت تجارته. وهذه ترى واردة على كثير من الرؤوس. لا حد التنظير. أنا أقول دائما للجميع لمن حاله في يسر: إياك أن تنظر، إياك أن تنظر، وإياك أن تأمن. وإياك أن تأمن غوائل الدهر. إياك ثم إياك. بعض الناس ترى في بحبوحة العيش يدق صدره يقول لك: أنا كنت بعمل كذا، أنا كنت بتصرف كذا لو حصل. لكن إذا وقع هو في المطب أو أصبح هو في الأمر الواقع والله لن يستطيع. ربما هذا الصابر وهذا الذي أنت تضحك عليه يعني البعيد الشبه عنك، ربما هو أفضل وصبره أجمل منك وهو يتصرف أحسن منك. ترى الموضوع ما هو سهل جدا. الموضوع ما هو سهل. المصائب الزمان لا تؤمن. والتنظير عندما تكون أنت في السعة وأنا وقت يعني إذا ضاقت الدنيا وإذا تقاربت الحلق ستتغير كامل. ترجع تقول يا ريت ما كنت. فرجاء لا للتنظير. عبد الله الصوفي جار عليه الزمن والمهلبي أصبح الوزير الأعظم أو الصدر الأعظم في الدولة البويهية. سبحان الله. فتذكر عبد الله الصوفي يوم وصل له الكلام قال: هذا صديقي الذي أنا اشتريت له الدرهم. فكتب قال: ألا قل الوزير فدته نفسي أتذكر ذلك العيش الكريه. ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. وصلت الرسالة إلى المهلبي فقرأها وتذكر. هنا معدن الرجال. هنا من لا ينسى الفضل. ما قال أنا خلاص أنا وزير أنا، لا، تذكر فضل الرجل سواء كان قليلا أم كثيرا. صحيح. فكتب الآية، رسل له 700 درهم مع أحد الحراس من العساكر لأنه أصبح وزير الصدر الأعظم. وكتب الآية: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل والله يضاعف لمن يشاء. وأرسل له 700 درهم. ثم أرسل آخر حتى يأتي به إلى القصر، ثم استقبله استقبال المحبة والأخوة وقربه منه ووظفه معه في الديوان وأصبح من خلص أصدقائه. فيقولوا البيت الفقر لا يأمن الغنى وبيت الغنى لا يأمن الفقر دائم. تراها ما تدوم، قد تمر وقد تأتي. ومواقف الرجال هي التي تذكر. صحيح. مواقف الرجال هي التي تذكر. أما الدنيا فهي زائلة، قد تتقلب يوما لك ويوما عليك، يوما معك ويوما ما معك. وأنا لا تقول لي الأغنياء مثلا خلاص قد معاش مبلغ كبير حتى لو خسر يستطيع أن يعوض. ترى أحيانا تجي كسرة كبيرة جدا جدا جدا، كسرة تأخذ الأخضر واليابس. ولعلي أتذكر رجل أعمال من دولة شقيقة من السعودية 600 مليون ريال خسرها. كان مقاول من أكبر المقاولين. كان شيء، وهذا قصته موجودة وبإمكان أي أحد أن يدخل مجرد ما يكتب. فالدنيا ما لها أمان. تحولات الزمان ودوائر الوقت، والله سبحانه وتعالى إذا سبب أسباب قد ربما يكون يا أخي ابتلاء من الله أو امتحان أو افتريت أو ما لي دخل، لكن بتحصل. وأنا مريت بهذه الظروف. أنا من النوع اللي يعني أنت تعرفني أنا خلاص ما قادرش أشتكي. كثير يقولوا لي يا أخي أنا القائل أنا عزيز النفس رغم المعاسير وأنا جبل قاسي لو الوضع قاسي. همي كبير ودنيتي ما بها خير وسنين عمري كل أبوها مآسي. إن عشت يا راسي موطيك للغير وإن مت وسط القبر وطيت راسي. والله عندما تأتي الكسرة في موضوع المال أو الخسائر أقسم بالله ما تعرف كيف جت.
لا هو سوء إدارة، أنا أتكلم عن حال، لا هو سوء إدارة ولا هو إهمال ولا هو ظلم مثلا أو ما أعرف، ولا تقول لي مثلا إنه غباء، بالعكس ما تجي هي لا بشطارة ولا قدر الله وما شاء فعل. ولكن فلا والله ما حربا خسرنا ولا كل الجواد عن السباق ولكننا بلينا بسوء حظ كما تبلى المليحة بالطلاق. فالخسارة لا يأمنها أي أحد، والفقر لا يأمن منه أحد، ولكن الفقر عدو. الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بل وقرن الفقر بالكفر: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. فإذا وجدت رجل يقول المال وسخ الدنيا إياك أن تسكت، رد. وإذا وجدت رجل يرغب الناس يقول خليكم فقراء وانتم كذا رايحين للجنة ولا كله حيموت، الغني والفقير، يا أخي أنا أريد أموت وأنا غني، ما أريد أموت وأنا فقير، بس بشرط بإذن الله أكون غني بالحلال وأعوض ما فقدت بالحلال وبالطرق المشروعة ودون أن ألتفت لفلان وعلان. هذه المشكلة في الموازنة، يعني بين أنك خلاص تحسن العلاقة مع الفقر وترضى بواقعك، وبين أنك تصير يعني إنسان مجنون فقط، يعني تحاول توصل للمال بأي طريقة، تركب الصعب والذلول عشان المال، وربما تسلك حتى طريق الحرام. كيف الإنسان ممكن يوازن بين أنه يعني ما يرضى بحاله خلاص ويستكين، وبين أنه ما يركب الصعب والذلول في سبيل الحصول على المال؟ يعني أمر وسطي. الموضوع إذا أفردنا له من الناحية الدينية فالله سبحانه وتعالى وضحها: هذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس مع الله يعني تضع بينك وبين الحرام وبين النظر إلى ما في أيدي الناس حاجز كبير. لكن الإنسان اللي ما هو على مثلا ما بيعرف أو مش متعلم أو ناسي، أو ترى الفطرة السليمة هي نبل الأخلاق. قد تجد رجل، أنا لا أمدح الناس اللي هو بعيد عن الدين بعيد، ولكن ما مثلا تقول لي في مطوع، ترى الدين يستغل في بعض الأحيان لمآرب. صحيح. لا يلبسون ثياب الدين. نعم هذا موجود. نبل الأخلاق وحسن التربية يجعل الإنسان مهما، والله لو سلخ جلدك الفقر سلخا، والله لو سلخني سلخا وبرى عظامي، أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد وأنزل القرآن على محمد، لن ما جاء في مرة فكرت بطريقة غير مشروعة أنه يحصل عليه. أنا بقول لك أنا بمدح نفسي، لكن ربما النشأة لها دور، ربما نبل الخلق والفطرة السليمة يا يجيب الحلال. أنا راح لحد ما أموت، ما أدري، أنا ما عاد في من العمر الكثير، أموت بكرة، أموت بعده، أموت بعد 10 سنين، أظل أطمح أنه يكون عندي مال لحد ما أموت، بس بشرط أسأل الله أن لا تتلوث نفسي ولا تسوء نيتي. كما مر من العمر الكثير ما عاد فيه، ترى من وصل إلى 40 أنا خلاص، أنا عديت كثير من 40، من وصل إلى 40 ولم ينذره شيء، فهذا لا عاد يستحي ولا في خير لا دين ولا دنيا. فالحمد لله أنا ما أعتقدش إنه عاد تجي انتكاسة بعد هذا العمر. مين وأنا صغير ما عمري نظرت للمال، إنه أنا تكلمت عن نفسي. أما إذا تكلمت عن المجتمع، في بعض الناس عنده الغاية تبرر الوسيلة، وهذا أنا ما أعتبره إنسان، وهذا ما هو طموح، وهذا ما هو يعني رجل ينفع حتى لو أصبح غنيا. هذا مصيبة، هذا غناه مصيبة، هذا غناه بلوى. إذا اغتنى الرجل بطريقة غير مشروعة، أو الغاية تبرر الوسيلة، بالحرام بالحلال بالنصب بالاحتيال بالتجارة بممنوع بكذا، هذا أسأل الله ألا يغنيه. لأنه حتى لو اتغنى، ترى لو اغتنى ما راح يفيد المجتمع، ما راح يفيد، لن يكسو عاري، ولن يطعم جائع، ولن يعين محتاج، ولن يغيث ملهوف. هذا مصيبة، هذا رجل متسلق متطفل، هذا ضرر على المجتمع. بالعكس قد يستغل فقره أفضل، لأنه قد يستغل ماله في ضرر المجتمع، يصبح لأنه هذا منزوع منه المروءة والنبل والخلق. فأسأل الله لا يغتني مثل هذا. في حالات في المجتمع كله هدفه أنه يوصل، سواء كان حلال سواء كان حرام، عنده الغاية تبرر الوسيلة. أنا ما أتكلم عنه هذا النوع، هذا مصيبة، بس بشرط أنه يكون مشروع. أنا إذا تحدثت عن نفسي وعن كثير من الناس من الرجال، والله ما هو عيب أنك تظل تطمح وتقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذه دعوة موسى عليه السلام، والله إني أدعو بها وأنا ساجد. اللهم ارزقني مالا أكرم به الضيف وأصل به الرحم وأعطي منه المحتاج والفقير وأعف به نفسي عن الحرام. يا أخي هذه دعوة، وراح أظل أدعيها لحد موتي. أنا محتاج للمال، ما هو عيب،
أريد أكون غني. ترى عيشة الفقر مصيبة، وعيشة الغنى إذا أحسنت التصرف في المال والله تشتري الجنة. يا رجل تأخذ خيري الدنيا والآخرة. يا رجل لما تضع لقمة في يد يعني في فم جائع. يا رجل لما تتبرع وتبني مسجد كم أجرك عند الله سبحانه وتعالى. لا تظن الأغنياء ترى بيعملوا عمائل خير كثيرة والله، ولكن بعضهم شوف الإسلام عندما أمر باحترام الفقير وعدم إهانة الفقير وعدم إذلال الفقير، قال ينفق أحدهم نفقة لا تدري يمينه شماله ما أنفقت يمينه. ترى في أغنياء يعني إن شاء الله أنهم رايحين للجنة على طول. والله ما أعرف حد فيهم ولا عمري رحت لحد، وأسأل الله أني ما أروح لحد ولا أجامل حد ولا أقسم بالله العظيم، لكن أدعو لهم بالخير دائما. في أغنياء بنوا مساجد، في أغنياء عملوا مدارس، في أغنياء يكفلوا أسر. هذا هو الخير. أنا وش أعمل بك وأنت فقير؟ وش أعمل بك؟ يستفدنا منك؟ إذا أنت جبت لنا عدد، إحنا ما عاد ينقصنا عدد، ترى ينقصنا الكيفية، ينقصنا الكيف ما ينقصنا الكم. مع عدد المسلمين قد صرنا 1,300,000,000، إحنا مش داخلين مسابقة في العددية. إحنا نريد ترى الأسرة لو واحد مخلف 2 3 ومتعلمين وفاهمين الدنيا ولبسوا لبس نظيف، أحسن ما تروح تخلف لي 10 ولا 8 ولا 6 ولا 7 والحالة ظنك يطلعوا على ترى بيطلعوا. أول شيء راح تطلعهم يعني في حالة من الشظف العيش، لا تلحق إنك تعلمهم، لا يأخذوا نصيبهم من حتى من الرعاية الصحية. بس المشكلة مش في العدد. أنا أقول يعني على سبيل تخالف أيضا في هذا الكلام، تخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن حث على كثرة الإنجاب فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. طيب هذا سنتطرق إلى موضوع. هل تعلم أنه كان يوجد العزل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعلم ما هو العزل؟ حاليا حبوب منع الحمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وردت في الفقه الإسلامي. كيف عزل في أيام النبي؟ موجودة، وإذا دخلت على الفقه الإسلامي كان موجود. إذا أراد الرجل أن يفرق بين أبنائه وأن يباعد بينهم حتى لا يكونوا بيطلعوا لك كان العزل. اعزل. أباح لأحد الصحابة راح وسأله قال اعزل. الإسلام قلت لك يداوي الأمور، ما في تناقض. في واحد سألني سؤال في مرة وإحنا كنا بنتكلم على موضوع هذا، يعطوا السائل ولو جاءكم على فرس، لأنه لقيت إنه شتم واحد، يقول له يا أخي أنت كل مرة أشوفك أنت. تقريبا نقابل واحد قبل فترة، وكان الرجل يدعي إنه مريض وهو أسيوي يعني فقل له صديق أنا أريد، راح تقريبا اداله حاجة. بعدين وإحنا ماشيين بعد فترة، هو كان متعذر هذا الرجل، يقول له أنا مسافر على بلادي وظروفي، راح اداله. بعد فترة لقاه هو بيكذب نفس الكذبة، فراح صاح فيه يا أخي أنت تتألف القصة دي على طول لسه لحد الحين ما. فرحت قلت له يا أخي حرام. كان قلت له كلمة واحدة كانت ترضيه وترضيك، الله كريم الله يعطيك وامشي عنه يا. قال لي أصله قبل كذا أنا قابلته قبل. قلت له النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعطوه السائل. قال أيوة لكن يقول اعطوه. لا كيف الحديث ذا وكيف؟ قلت له يا أخي أنت تشك أنه في تناقض في ديننا ولا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي علمه إن هو إلا وحي يوحى؟ هذا ما هو تناقض. لكل حالة تعرف تدرس الحالة على حسب الوضع، حسب السياق. السياق الذي هي فيه. لذلك الإسلام عالج الأمور. لو كان قال اعطوا السائل ولو جاءكم على فرس وسكت، فمعناته كل سائل عاد تجي تقول له يا أخي ما عندي الله يعطيك، يقول لك أنت خالفت حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أمر كان صار اللي أعطاه وكان أمر. الله صار مش أمر وشيء مستحق إلزامي فرض. وإذا ما في هذا الحديث وفي الحديث الثاني أن المسألة تأتي على وجه صاحبها نقطة سوداء، راح كل الناس لو شافوا واحد يسأل هو قد وصل إلى الإتقاع يقولوا له أنت، وتصبح كأنها محرمة. يجب الموازنة. الإسلام دين التوازن، دين العدل، دين الرحمة. أمر بالنزاهة وأمر بالفضل وأمر بالإحسان وأمر بالإخلاص وأمر بالتعامل. فكل حالة تقدر في السياق التي هي فيه. فلا تقول لي ليش هنا وليش هنا أو في تناقض. الدعاء والركون إلى ما في أيدي الناس حاربه الإسلام بشكل قاطع. يعني خلينا نقول الشحاتة عن مهنة، عن امتهان بعضهم. والله وجد بعض الناس أغنياء، هذا مرض في بعض الناس عندهم مرض، حتى السرقة في بعض الناس مرض. هل تعلم هذا؟
أنا ما عندي في المجال النفسي بحيث أن أحلل الموضوع، ولا أنا لا أفتي فيما لا أعلم، ولكن أكيد أنها حالة نفسية. إذا وجد علماء النفس يستطيع أنه لو أجد عالم نفس وأسأله على هذا السؤال يحللوا أيوة، هو سيأتيني بكل شيء، يقول لي إيش السبب. أكيد في خلل نفسي في بعض الناس. غني ويسرق لأنه عنده شهية، هو حب للسرقة ليس للمال. ما هو للمال. ترى في واحد أرسل رسالة لدكتورة ما زلت أفتكرها إلى الآن، زمان قريتها، فوزية الدريع، أخصائية اجتماعية، ما أدري هي حية أم ميتة، الله يستر عليها، من الكويت. الدكتورة هذه من الكويت. واحد أرسل وقال لها أنا متزوج من أسرة من الأسر، يعني من الصف الأول من الأسر، يعني ما شاء الله من قبيلة وأغنياء جدا 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 أغنياء، ومع ذلك اكتشف أنها سرقت حلق لطفلة بنت أخته. كم مسواه؟ ما قيمتها 1000 درهم، 500 درهم، 2000 درهم. ووجدت الشوك هذه المعالق مزخرفة. طبعا في أنواع من الحاجات تكون مزخرفة. أقسم بالله إن قريت هذا السؤال، شفت هذا السؤال، طبعا ما رضى يكتب اسمه لأنه رجل حر. فأنا إيش أسوي؟ أنا أصبحت كرهت الدنيا وكرهت نفسي وكرهت هذه الزوجة. قالت له هذا موضوع نفسي يجب أن تعرض على طبيب نفسي، هذا ما هو احتياج. أنت تقول أغنية غناء فاحش، هذا ما هو احتياج، هذا ما هو لصوصية، هذا مرض. كذلك التسول، ترى ما هم محتاجين، ترى في بعضهم هذا مرض، هذا في دمه، بيجري في دمه. اكتشفوا كثير من المتسولين يموت وعنده عملات كأنه يا أخي يفوق صرافة الفردان. عنده صحيح. أعذرنا على هذا، ولكن أنت أضحكتني يا أخي. عنده الدولار، عنده الجنيه الاسترليني، عنده الين الياباني ولا اليوان الصيني، وعنده الفرنك الفرنسي، وعنده المارك السويسري. يا أخي وين أنت رايح وين؟ خلاص. طيب وأنت ما صرفتهم ولا احتجتهم ولا عملت بهم شيء، هذا مرض. وفي بعض الناس غني يروح منطقة بعيدة من منطقته ويلبس الرث من الثياب ويغير هدومه النظيفة والله. وفي امرأة حرة رفعت دعوة على رجل بهذا الشكل بعد أن اكتشفته عن طريق ابن أختها. كان في تلك المنطقة يدرس هناك جامعة بعيدة في منطقة بعيدة، وكان بيدرس. فكان الرجل معه سيارة وعامل نفسه أنه موظف، ويركب الصبح يروح الدوام، يلبس البدلة والكرافات والفخامة، لكن عندما يصل إلى منطقة بعيدة سبحان الله يغير ويروح لابس اللبس اللي في الشنطة مقطع والرث من الثياب ويمد يده. ولد أخت الزوجة اللي يعتبر يعني زوجة هذا الرجل خالته لاحظ عليه، راح متصل لخالته قال له وين خالي؟ قالت له في الدوام. قال له أنا شفت واحد زيه. قالت له لا مستحيل. قال له والله أنه هو، أنا حقرب لك أكثر وتأكد. قاعد يراقب ويتقرب من الرجل، تأكد أنه هو. فراح قال لها أقسم بالله هو. قالت له صور لي إياه بالموبايل. حصلت في دولة عربية ما في داعي لذكر الأسماء، ولكنها امرأة حرة. صوروا بالموبايل وراح بعث لها الصورة، رفعت عليه دعوى طلاق، وكانت هذه الصورة سبب للطلاق. وجدوا أن معه أكثر من 6 مليون. والله المشكلة ليست مشكلة المال، ما ليست مشكلة المال، ترى مشكلة النفس. هذا بيدخلنا على سؤال أنواع الفقر. طبعا الفقر ليس فقط الفقر المادي ويعني فقر المال، هناك فقر الأخلاق، هناك عدد لي هذه الأنواع في الفقر. يا الله كثير أنواع الفقر. ترى قد يكون بعض الأغنياء، حتى الغني يعتبر فقير إذا كان فقير أخلاق، وقد يكون الفقر، حتى أنا أعتبر الإنسان المريض هو فقير صحة، لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. تعرف ترى الفقر ما هو فقر المال بس، لأنه في ناس أعزاء الله سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن الكريم، قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. صحيح. فكما يوجد أغنياء وهم فقراء ولكن غناهم التعفف، يوجد أغنياء ولكنهم فقراء خلق، فقراء سعادة، فقراء راحة بال. فالعملية ليست قاعدة مطلقة، الفقر أنواع وأشكال، ولكن أنا عددت لك 8 الأشكال. يوجد فقر خلق من هذه 8. لا، 8 تلك العازة والحاجة والشفقة، هذا مادي. أما الفقر المعنوي، ترى الإنسان الذي هو بلا خلق هذا فقير أخلاق. الإنسان الذي لا يعيش السعادة وهو مقتدر وحتى الفقير ترى يعيش السعادة. الموضوع ما في بعض الفقراء يعيش السعادة، بس بشرط أول شيء يكون عنده قناعة بأنه أنا بذلت
جهدي وأعطيت سببي وأراد الله سبحانه وتعالى أن أنا خلاص أنا وصلت لمرحلة أنه ما قادرش، وأنه هذا خلاص رزقي وقدره الله، ما أريدها إلا تجي بالحلال، جات يا مرحبا بها، ما جات خلاص قدر الله وما شاء فعل. هذا يعيش السعادة، هذا أقل حاجة متسامح ومتصالح مع النفس. لكن قد تجد غنيا يمتلك المال لكن لا يمتلك السعادة، هذا ما في تصالح، فهذا فقير. سبقتني، هذا كان في سؤال إحدى المحاور، هل الفقير يعني أسعد من الغني؟ لأن دائما يعني يصور أن الفقراء أسعد من الأغنياء، وكأن الأغنياء يحسدون الفقراء على فقرهم. فهل هذا الكلام، هل السعادة مرتبطة بالفقر أو الغنى، أم أنها شيء خارجي يعني يمكن أن يحصل عليها الفقير ويمكن أن يحصل عليها الغني؟ هذا هو الجواب. السعادة لا ترتبط لا بغنى ولا بفقر. السعادة يصنعها الإنسان. قد تجد فقراء صنعوا السعادة، لكن ما تقول لي ترى الفقراء كلهم سعداء. ترى الفقر مصيبة. الفقر أعود وأكرر، الدرجة الأخيرة، حتى الذي قبل الأخيرة، حتى الذي قبل الأخيرة، حتى الموضوع ما يرتبط بهذا. الموضوع يرتبط بشخصية الإنسان وتصالحه مع النفس. الطيب طيب كان غنيا أم فقيرا. السعيد يا أخي تلاقي الغني. من هو السعيد؟ السعيد الغني والفقير الذي يمتلك قرب من الله وخوف من رب العالمين ونبل الأخلاق وصفات حميدة، سواء كان غنيا أو فقيرا، غني ولا فقير. يعني المؤمن هو السعيد، نعم. سواء كان نعم. غني أم فقير. تعرف؟ نعم. لكن منو أكثر سعادة؟ الغني، لأنه إذا طلب منه شيء أحضره في نفس الحال، إذا طلب ولده شيء أتته وهو في مكانه. لكن هل نقول هذا بالمطلق قاعدة خلاص نبني عليها؟ لا. في بعض الفقراء، في أغنياء قد ربما يمتلك المادة ولكن لا يمتلك السعادة نفسها. قد تكون أسباب منه هو، قد يكون لأنه الله سبحانه وتعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قد تجد بعض الأغنياء معرض عن ذكر الله، بعيد، ملهي بالصفقات والتجارة وترك حق الله، هذا تعيس نعتبره رغم الغنى. قد تجد غني يخاف الله ويصلي، وهم أكثرهم خشية لله، لأنه حتى ترى المال يعين على العبادة، حتى المال يعين على العبادة أصلا. الزكوات والصدقات والصلاة في وقتها، أنت مش مشغول شغال مع إنسان ملزم بوقت أنه أنت كمل شغلك، لا، بإمكانه. ترى الأغنياء في بعضهم كثير منهم يطيل الوقت الصلاة في وقتها، تعرف. فالسعادة أولا الدين هو أساس السعادة، والتصالح والتسامح. حتى الفقير يستطيع أن يكون سعيد، لأنه المال في كل ما هو في كل الحالات. سبحان الله رب العالمين إنه جعل كل شيء درجات متفاوتة، ما جعل قاعدة. لو كانت الدنيا كل شيء في قاعدة أساسية كان يا إما يكون الغني هو السعيد فقط لا غير، يا إما يكون الفقير. لا، الأمر نسبي. قد تجد الغني في بعض الحالات ما هو سعيد. ليه؟ لأنه عنده المال قد يشتري السرير ولكن ما يشتري النوم، قد يشتري غرفة أجمل غرفة نوم، قصر، لكن النوم والراحة النفسية مش موجودة. قد يأتي بالدواء والطبيب ولكن لا يأتي بالصحة. الصحة توفيق من رب العالمين وشفاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا اتخاذ سبب الطبيب وكذا. قد يأتيك بملذات الدنيا ولكن لا تستمتع فيها أو لا. ويوجد كثير من الأغنياء ممنوع عليها السكر، ممنوع عليها الدواء، ممنوع، تعرف، وعنده الكوليسترول زايد، وعنده. وقد تجد فقراء قمة السعادة، عنده قناعة وتصالح مع الذات، مع النفس، لأنه بذل كل الجهد، ما يعاقب نفسه ولا يأنب في ضميره ولا يقول أنا كان المفروض أكون، لأنه هو أصلا بذل، وهذا حظه ولكنه مستور. ترى البركة والستر من رب العالمين، ويتفائل فيما هو قادر. والشيء الثاني أمتع النفس بالآمال، أرقبها، ما أضيق الوقت لولا فسحة الأمل. ترى الإنسان اللي يعيش على تفاؤل والله العظيم تلاقيه رب العالمين يسترها معاه من حيث لا يعلم، من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. والإنسان اللي هو متشائم ونكد حتى لو معاه عينه ما يملاها إلا التراب، تلاقيه دائما في هم ودائما في قلق وانتظار المجهول. يا أخي الشجاع يموت مرة والجبان يموت 100 مرة. التحسب ولا اعقلها وتوكل، اتخذ الأسباب، تفاءل بالخير، واسعد نفسك مهما كانت الظروف،
بالقليل. كنت أتكلم أنا وأنت مرة وأعجبتني هذه وسأطبقها وأعتبرها نصيحة ذهبية. قلت لي يا رجل أنا أحيانا تتذكر هذا الكلام، كاسة شاي، أشرب كاسة شاي وأقعد وحدي كذا أحس نفسي مع قصيدة أحس نفسي سعيد. تتذكر هذا الكلام؟ والله إني لا أجاملك، عجبتني جدا. الكلام ده صار له أكثر من 3 أشهر صح؟ نعم. تعرف لماذا؟ يقال أن السعادة لا تؤجل. يعني كثير من الناس مشكلتهم أنهم يؤجل سعادته. أنا ما بصير سعيد لين ما أسوي كذا، لين ما أتزوج، لين ما بعدين أخذ سيارة، لين ما... كلام هوى. السعادة لا تؤجل. إذا ما كنت سعيد في وقتك وعشت اللحظة ويومك، كذب، لن تكون سعيد أبدا. إذا هبت رياحك فاغتنمها. جاتك السعادة الحين، أسعد نفسك، ابتسم يا أخي وأضحك وارضى. وفي نفس الوقت أعمل. أصلا أمر الله نافذ، من رضى فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. لذلك الموضوع نسبي، السعادة للغني ولا الفقير، بل بالعكس أنا أعتقد أنه الغني أقرب إلى السعادة، عنده كل وسائل الراحة ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. سؤالي أولا، هل هناك علاقة بين الإبداع والفقر؟ وما علاقة الشعراء بالفقر؟ أكيد أنه في إبداع. ترى الفقر أحيانا قد يكون حافز للإنتاج والإبداع والتقدم والنمو والانطلاق، لأنه الإبداع يولد من رحم المعاناة. والله أنا أنظر لمعظم الشباب عندهم إمكانيات رهيبة ما شاء الله تبارك الله، ولكن إبداعه قليل، يعني هو مش مهتم أصلا. ربما خلاص أنا معي وظيفتي وفلوسي وسيارتي ومعي بيت ومتزوج وكذا، فبتلاقي حياته أصبحت روتينية، من البيت إلى الدوام إلى آخر الأسبوع لو خرج له خروج، وهكذا. هذه الحياة، ما في يعني شيء يبغى يوصل له. نعم. يمكن وجدت أناس فقراء علم نفسه اللغة الإنجليزية والله ما كان يعرفها، وهذا واحد صاحبي والله عن طريق التليفونات، وعن طريق، وفي الأول كان السيديهات، يتابع سيديهات وما أيام السيديهات، علم نفسه اللغة الإنجليزية وأصبح كأنه مولود في إنجلترا يا رجل، كأنه من مدينة لندن، ماسك الأكسنت. تعرف أبو بيتكلمها كمان، تعرف تقول أمريكي، يعني أوضح من اللهجة البريطانية. ووجدت أناس من رحم المعاناة فتحوا مشاريع وبدأ من الصفر وأنتج وأصبح له شنة ورنة وقيمة وشيمة. وكأن الفقر كانت الطاقة. أيوة، هو كان المحرك. هو كان المحرك، لأنه في بعض الناس لن أعيش في جلباب أبي، أنا شاف الفقر وشاف الدنيا وشاف، فانطلق. أنا وفي نماذج كثيرة ونماذج مشرفة من هذا. بس الفقر مثل ما هو في هذه الحالة طاقة وهو الدافع للإبداع وللنجاح، في نفس الوقت أحيانا يكون هو العائق. يعني أنا أكون مثلا عندي موهبة ما عندي في أي مجال، ولكن لسبب قلة المال الشخص نفسه. يعني كيف نفسه. نوازن بين هذا الأمرين؟ الشخص نفسه، كل الأمر عائد إلى الشخص نفسه، والتوفيق من رب العالمين. وأقول لك هذا الرجل اللي قلت لك علم نفسه اللغة الإنجليزية عن طريق ما كان يعرف أي شيء في الإنجليزية، والله ما كان يعرف أي شيء. هو واخذ دبلوم، تعرف دبلوم أنت، ما يعني بعد الإعدادية دخل دبلوم أي كلام، دبلوم زراعة، يعني دبلوم زراعة ما فيه أي شيء. الرجل هذا فقير فقر مدقع، ولكن كان عنده طموح. أنا أريد أوصل، أنا ليش ما أتعلم اللغة الإنجليزية، وبعدين بعد ما تعلم وقوى نفسه في اللغة الإنجليزية وكذا اشتغل، حصل وظيفة أعلى من الراتب اللي كان يشتغل في الأول، كان عامل، وبعدين يوم ما أصبح كذا ترقى شوية وزاد الراتب 1300. بعدين قدم على هجرة إلى كندا، حاليا ما شاء الله سافر كندا أموره طيبة، صار له يمكن حوالي 9 سنوات أو 8 سنوات. هذا أنا أعتبره مبدع فقر مدقع. الثاني اللي أحبطه الفقر وما استطاع أنه ينطلق، صحيح أنه الفقر قد ربما يكون من العوائق، ولكن من أراد أن يغير سيغير، تستطيع أن تغير بعد توفيق رب العالمين. يقول لك أنا حاولت، أنا اجتهدت، أنا تعبت، يعني مشيت في كل الطرق، اجتهدت. أو ممكن أن الاجتهاد الخاطئ لا يثمر، أن بعض الناس يجتهد مزبوط ولكن الجهد في غير محل. مزبوط. قد ربما يعني كثير من الاجتهادات تكون بطريقة غير صحيحة، أو قد تمر الفرصة، وما في حد في الدنيا ما مرت عليها الفرصة، ولكن استغلال الفرص
هنا هذه مصيبة. فقد يكون هو اجتهاده، ترى الاجتهاد ما هو يعني في اجتهاد أحيانا في غير الموضع، في اجتهاد طحن على الفاضي، نتيجة. أسمع رحرحة ولا أرى طحين، وفي اجتهاد يجي في المكان المناسب. أيضا لا ننسى أن للقدر ولله فيما أراد شأن، أكيد إرادة الله لا تخالف. قد ربما يكون بعض النص يعني طبقا للآية الكريمة ومن قدر عليه رزقه. ترى الفقر له ميزة وفخر، وله عار وفضيحة، ولكن عار عندما يكون الإنسان هو سبب فيه، عندما يكون الفقر اختيار. عندما يختار الفقر بنفسه ويركن إلى الدعاء، ويركن إلى يعني عيش اليوم وعيشني اليوم موتني بكرة، وصرف ما في الجيب يأتيك يا أبو بك يا أبو شعيب. هذا كلام مصاطب، هذا ما هو كلام، هذا يكون هو سبب نفسه. أما من بذل الجهد كما قلنا فربما يكون قد قدر عليه أن يكون بهذا الحال، يعني هي لكن ستجدهم يعني عنده تصالح مع نفسه. ترى الإنسان اللي بذل وكذا تلاقي يمر عليه أوقات من السعادة وينسى كل الهموم، بذلت الجهد وعملت اللي علي، قدر الله، أو مثلا خسر صفقة أو خسر مشروع أو شيء، بذل ما هي بغباء ولا هي بشيء، يكون عنده شيء من التصالح مع النفس. صحيح. رغم الإحساس بالفاقة والشظف، ورغم أنه الغنى، الفقر بعد الغنى أعوذ بالله منه أصعب شيء. تعودت على مستوى محدد وفجأة تجد أن الدنيا قلبت عليك وأنت قد كنت يعني مستواك أحسن. هذا كمان أشد وألعن، أشد وأذل الفقر بعد الغنى. ولذلك كانوا يستعيذون اللهم من عدك من الفقر بعد الغنى. وأسوأ الفقر فقر الأشراف، وأشد الألم وجع الأطراف. تعرف الشريف إذا جاء ما يستطيع أن يعني لا يموت، تثقل عليه أول شيء. فزي ما قلت لك الذنب يعني أو موضوع الاختيار، ما حد اختار، لا الغني اختار أنه يكون غني ولا الفقير اختار إلا بالإصرار والعمل. ما هو مفروض عليك الفقر، ما هو مفروض يعني أنه يقول لك أنا فرض علي الفقر فرض. ما حد فرض عليه الفقر، تستطيع أنك تتحرك طبعا بعد التوكل على الله. نعم. يعني تذكر أنا ذكرت تبذل الجهد. يعني أبيات للشاعر اليمني عبد الرحيم البرعي عندما قال: تعلقت بالأسباب دون مدبري فأقطعها بي فانقلبت إلى خسري. الله. ولو أنني استغنيت بالله وحده عن الخلق لم أحتج لزيد ولا عمري. الله. فأحيانا يعني عندما حتى العلماء من قديم قالوا أن الإيمان بالأسباب وحدها فقط كفر. مزبوط. وترك الأسباب في نفس الوقت ظلم للنفس مزبوط وإجحاف. فلازم تجتمع الشيئين، أن الثقة بالله وإيمان بالله وحده وإخلاص مع اتخاذ مع الأسباب. اتخاذ السبب. هذا هو. طيب سؤالي، لأن هذا دائما ما يطرح، هل الفقير يعني ذنب الغني؟ هل الغني ذنب في الفقير؟ لأن بعضهم يقول لك يا أخي هو ولد فقير، هو ما عرف ينجح، أنا إيش مشكلتي أساعده؟ يعني كما قال المشركون: أنا أطعم من لو شاء الله أطعمه. ما رأيك بهذا الكلام؟ هذا الكلام لا يصدر من إنسان عاقل. الحمد لله رب العالمين. ترى حتى مجتمعنا إذا اتخذ طريق الرأسمالية لم يسمح بالتغول كما هو في بلاد الغرب. ترى في الغرب المجموعة تخدم الفرد، هذا مش موجود عندنا. ترى قليل جدا أنك تجد غني من أغنياء بلاد المسلمين وبلاد العرب، المسلمين بشكل عام مش إلا العرب، إنه يقول لك أنا مش ذنبي وأنا لا. هو يعلم إن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق من الله. أيوة، ديننا هذب النفوس ووجه الأخلاق وأمر بالمكارم، أعالي الأشياء. مكارم الأخلاق هي ديننا الإسلامي. في الغرب نعم، ولكن يا أخي أريد الناس كلها أنه موضوع القاعدة لا تعمم ولا تطبق على كل شيء. حتى في الغرب ترى في ناس كرماء أكيد أغنياء، والله في كرماء يوقف كل أمواله لصالح مثلا دار أيتام. تعرف، لا تفكر أنه الكرم حصر على العرب، بس نحن الإسلام هذب الشيء وأعطاه القيمة والقدر الأعلى حتى تقضي على جشع النفوس وعلى تغول المال. الله سبحانه وتعالى يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وذكر والمال
المال تعرف. المال والبنون. المال والبنون. يعني قدم المال حتى على أيوة البنون. قدم المال. موضوع لم يترك الأمر هكذا على عواهنه، وإنما وضع له حدود وأحكام. من الصعب ومن المستحيل أنك تجد إلا من كان أنانيا ولا يعرف المساجد ولا يعرف الله ولا عنده أخلاق. يا أخي حتى لا تعامل الفقير دينيا، عامله إنسانيا. لا تقول أنا ما لي ذنب، صحيح أنت ما لك ذنب، أنت سعيت واجتهدت والله وفقك وأعطاك، ربنا يزيدك ويبارك لك، لكن لا تعمل نفسك أنت يعني تنظر على الفقير وتقول أنا ما لي ذنب. ترى أنت ما لك ذنب، ولا أحد قال لك تعال خذ هذا ويكفله، لكن في مالك بس حق. اخرج حق ما الله. فرضه الله عليك. والله سبحانه وتعالى عظم فيها الأجر وجعلها فرض، ركن من الأركان. ما هي ترى ثالث الأركان. ثالث ركن من أركان الإسلام. ترى أنت ما بتعطيه من عندك تتفضل عليه ولا تتجبع عليه ولا فشخرة من عندك ولا فنشخ أنت إنسان كريم وترخ وترجخ، لا، هذا فرض. فإن أعطيته فلك أجرك، وإن ما أعطيته أنت كفرت يعني بركن وكسرت ركن من أركان الإسلام الأساسية وهو الثالث. فالإسلام ما مسك العصاية لحد وقال له ادفع له، ولكن قال خذ من أموالهم صدقات زكيهم بها وطهرهم وصلي عليهم إن صلاتك كانت سكنا لهم. شوف يا داووا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم، لا حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة. الإسلام أمر وحظ وجعل الزكاة ركن من أركان الإسلام. فلا تجي أنت تتمنن وتقول أنا عملت وأنا الحمد لله. مش موجودة في بلاد، موجودة في بلاد الغرب ولكن ليس الجميع. في كثير من الناس اللي هو نفسي 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 نفسي، يقول لك أنا إيش دخلني فيك، أنت فاشل وأنت أنا عملت نفسي وأنا صراحة. هذه موجودة ولكن ما هي بكمية منتشرة. ترى العطاء والكرم، كنت أقول لك قبل شوية، العطاء والكرم ما هو مرتبط حتى بالدين فقط لا غير. ترى النفس الإنسانية بذاتها جبلت على هذا. العرب كانوا في الجاهلية. يا أخي أنا راح أذكر لك بابلو اسكوبار. هل تعلم أنه بابلو اسكوبار أكبر زعيم عصابة في أمريكا الجنوبية؟ هذا كان رئيس عصابة، رجل فاسد وفاشل وكذا. هل تعلم أنه كان يبني بيوت للفقراء؟ صحيح. الموضوع ما هو بس ديني، لكن ديننا حض عليها وجملها وزينها وأعطى لها جزاء وحث عليها. هنا تكون القيمة ويكون القدر عندما تعلم أنك تخرج أموالك في مكانها ولها مصارف ولك وأنت مأجور. إذا كان بابلو اسكوبار رئيس زعيم عصابة، أكبر عصابة كانت، نعم صحيح، كان يبني بيوت للفقراء وكان ينفق على الفقراء. ولذلك عندما حاصرته الشرطة بعد فترة وكذا وقتل، بقى عليه ناس كثير من الأحياء الفقيرة في بلاده. الكرم يعني القاعدة لا تطبق على الجميع. صحيح. أولا تجاوزنا سؤال علاقة الشعراء بالفقر. يعني لماذا أغلب الشعراء فقراء؟ الأغلب طبعا، هناك حالات شاذة، يعني مثلا امرؤ القيس الكندي كان رجل متمول، هذا أبوه كان ملك. أي نعم، لكن الغالب فقراء، ويعني إبداعهم يتجلى في طلب المال. يعني مثلا المتنبي، نعم، وغيره كثير. الكثير نعم. أقول لك ليه. أنا أعتقد والله أعلم، ولكن إن شاء الله كثير يوافقني الرأي وقد يخالفني الرأي. ما في جمعية في أي شيء تجميع يعني للعقل أو الشاعر يتميز بنفس غير الإنسان العادي. نفسية الشاعر وإحساس الشاعر غير الإنسان العادي، يعني اللي مش شاعر. هذه ليست ميزة ولا شيء، وإنما هو كذا. أول شيء تلاقي عنده إحساس كثير، قد يظلم نفسه في البداية يعني، أو قد يستحي أن يطلب أو أما إذا أطلق لسانه وتعود ورأى أنه هناك مردود أصبح. لذلك ما كل الشعراء شعراء بلاط. تعرف، ترى المتنبي كان فقير، نعم. وكان أبوه لا يشكر ولا يذكر، يعني كان إنسان بسيط. المتنبي رأى نفسه أنه يستحق منصب أكثر مما يستحق المال. لذلك في الأول كان يمدح لأجل الشهرة ولأجل أن يكون له شأن. من عبقرية الحكام وأبو فراس وغيره اللي مدحهم، أنهم يعلموا أن هذا الرجل داهية ومصيبة. هذا لو مسك مثلا منصب ما راح يقلب عليك يكون هو السلطان مكانك، ولكن راح تجد منه أشياء تطلع منه عجائب وغرائب، لأنه هذا ما هو طبيعي. فهمت؟ فالمتنبي ما كان يعني هو باحث عن المال. ترى حتى عند كافور الأخشيدي والقصيدة التي كانت سبب موته: ما كنت أحسب أن أحيا إلى زمن يهينني فيه عبد وهو معبود، نامت قناطير مصر عن ثعالبها، فالحر مستعبد والعبد معبود، أم أن ذا الأسود المفطور مشفره تهابه ذي العذار طر عديد، تعرف أذنه في يد النخاس دامية وسعره وهو بالفلسين مردود. ما كان يدور على المال. دخل على كافور، طمح في أن يكون له منصب، لأنه كان يرى نفسه أنه
رجل ذكي، رجل مبدع، رجل كان شاعر يطمح كبير. لمنصب سياسي. أيوة منصب سياسي، ولكن الحكام وذا كانوا ينظروا لهذا الرجل أنه كعبه خطر. عالي وطموحه كبير، فلذلك خالفته الدنيا. أما الفقر فهناك من الشعراء من أول حياته إلى أن يموت وهو فقير ما يحب. أذكر لك مثلا جمعة بن عيد المطيري، ما أعرف هو مات ولا عايش، إن كان حي نسأل الله له حسن الخاتمة والستر، أن يجمل الله حاله ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن كان قد مات نسأل الله له الرحمة والمغفرة. هذا الرجل هذا الرجل راح إلى المسجد فسمع الخطيب وهو يحث على الزكاة. طبعا كان في موسم الزكاة، تعرف أنه الزكاة سنوية وكذا، فما أعرف كان في رمضان هذا الكلام يحث على الصدقات أو على الزكاة. فطلع لا خارج بعد ما صلى قال ماني، اللهم صل على سيدنا، قالوا تزكي، قلت ماني مزكي، مما عرفت العلم ما قد زكيت، ما غيرنا والفقر عندي متكي، ما كنا إلا واحدا من أهل البيت. الله 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 يا جمعة بن عيد يا أخي، وش الإبداع هذا. فهذا الرجل هذا يعني فقير طحنه الفقر. أعتقد أنا رسمت له صورة مع أني ما أعرفه، ولكن رسمت لهذا الرجل أن من الأبيات يعني من الأبيات أن الفقر قد أكل عليه وشرب ولكنه عزيز. طيب ما رأيك أنت بالاتخاذ يعني، أو هل ترى الشعراء يتخذون الشعر وسيلة للمال فقط، يعني يتجلى إبداعهم فقط للهروب من الفقر؟ فيه موجود هذا يعني هذا النوع من الشعراء موجود، وأنا لا أتدخل فيهم، لا أعيبهم ولا ألومهم. ترى الشاعر مبدع والله، ترى الشاعر يستحق، الشاعر يستحق بصراحة. وإياك إنك تعادي شاعر، صحيح والله لا تعادي شاعر. أنا واحد زعلني كان صاحبي وكذا، قلت فيه بس 3 أبيات أنا أستحي أن أنا أقولهم والله العظيم. لذلك يوم ما راح واحد وقال له أنت قصرت مع أبو أحمد وهو ما قصر معك، وأنت عارف إن الظروف حصلت معك كذا ودربكت الأمور، قال أنا كنت مشغول في موضوع مغسلة، وكان بيشتري مغسلة سيارات هو واحد فعلا، لكن أنا اتصلت له إن شاء الله بشوف إن شاء الله. بعدين انتظرت وأنا عندي وسواس شوي، يعني زعلت بسرعة خالص. قلت له يا أخي ليه ما رديت علي؟ قال لي أنا عندي شوية حسابات كذا وبحسب حالي وبشوف إن شاء الله. قلت له خلاص ما أريد، أقسم بالله لو أموت من الجوع، خلاص كفاية على كذا. أنا كنت طالب منه، أنا أعطيتك قبل كذا وضمنتك ب25,000. حصلت قصة طويلة ما أريد أحكيها هنا، ما هي واردها، ولكن إياك أن تعادي الشعراء. عمري ما كنت بذيء اللسان يشهد الله عليه، ولا أعرف أقول قصائد، حتى غزل ترى ما لي في الغزل، أنه ما لي في هذا. ودائما أتذكر مقولة ما أعرف هي للإمام الشافعي حتى لا أتألى وأفتري، أو للإمام علي بن أبي طالب، المهم أن أحدهما يقول يموت المرء مهما عاش دهرا ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بيدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، وحاذر دائما أنني لا أجرح حتى لا يكون علي ذنب في أبياتي أو تحسب علي في الزمن، أنا حموت. والكلمة رب كلمة تهوي بصاحبها، ولكن عداوة الشعراء مصيبة. صحيح. هذا الرجل بعدين قال أنت قلت فيها، وأنت قلت له أنا ما ذكرت اسمك. ليه؟ لأنه أنا غيرت الاسم، خفت لا يرفع علي دعوة، ولا غيرت الاسم، هو اسمه كذا وأنا قلت يا حمود، ولكن هجيت. هجيته. شو قلت فيه؟ ما أريد أذكرها، بس أذكر لك المطلع بتاعها لأنه فيها شتيمة شوية لأنه قهرت أنا وقفت معه موقف. المطلع بتاعها بقول يا حمود حدثني عليك المقادير، وجاني من الأيام ما جاك منها. تكتفي هذا. بعدين في آخرها قلت لكن عيال السوق هذا زمنها يعني بعد 4 أبيات، وذكرت إن شاء الله ما نكون وحدنا. أنا بقول لك لأن فيها إيغال شوية، ما ذكر العرض لا والله أكيد. العرض لا إن شاء الله هو محشوم مهما كان، ربما يسمع هذا الحلقة تعرف. ما اعتذرت له، بس هو قال لي بعدين ما كان المفروض تقول كذا وأنا مستعد من 1000 لمليون. قلت له خلاص والله لو أموت خلاص. تعتذر له الحين؟ لا تعرف هو حيسمع الحلقة. المهم ما اعتذر له. تعرف ليه؟ لماذا؟ لأنه أنا وقفت معه موقف وأتحداه أن ينكر، وفي ناس أصحابنا، ولو إن شاء الله خرجنا من الحلقة وأردت أنك تتأكد من كلامي بنتواصل بالتليفون وافتح لك السماعة كده. وقف معي رجل ثاني بدون طلب، شوف المفارقات، ربما أنت تعرف عن، أقسم بالله العظيم هذا الرجل وقفت معه موقف كبير جدا جدا للأسف، بينما واحد ثاني موقف بسيط جدا. وصاحبي كان يحب الشعر، هو ما هو شاعر ولكن يحب الشعر، بس يختار الشعر الذي هو سمين وكذا. فقلت
كنت في مرة هذيك الأيام في ورطة كبيرة يعني وخسرت، فكان علي التزام مالي عقد رسمي، وقد جاءني إنذار. تعرف ما يصل لك إنذار إنه يجب عليك التسديد ولا؟ صحيح. هذا عقد موثق، ما هو لعب. فطولة الليل أقسم بالله طولة الليل وأنا أصلي وأدعي: اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي، اجعل ما أخاف وأخشى بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم إني أشكو إليك ضعف القوة وقلة الحيلة والهوان على الناس، يا الله لا من تكلني إلى بعيد يتجهمني. هذا لا، أدعية كثيرة طولة الليل، مقهور. وبكرت الصبح. شوف لما تكون سهران طول الليل بتكون حتى نفسيتك، بتكون حتى حاسس بمرارة. عملت معجون الأسنان ما راحت المرارة، فكر. ويوم جمعة كان يوم 20/9، ما زلت أفتكره لحد الموت، هذا يظل هذا اليوم. فرحت، كان كله هدفي ان انا اروح المكتب عشان اقول لهم: يا جماعه انتم ارسلتوا لي انذار، زيدوا اعطوني فرصه. كنت ماشي في الطريق، رجل تقدم ورجل تتاخر، عارف انه 80 الى 90% انهم راح يقولوا لي: يا اخي صبرنا عليك. من حسن الحظ اني رحت وكان المكتب مسكر. هذه رحمه من الله سبحانه وتعالى، والله بدل ما يحرجوني يا اخي، وانا ما عاد فيني من المواجهه ما عندنا متحمل الكلام، ما اتحمل الكلام، تعرف. فرحت لقيت المكتب مسكر، الحمد لله. وانا راجع في الطريق والجو حار ومسافه حوالي 7 كيلو في الرطوبه، و20/9 انت تعرف يكون حراره ورطوبه. فاتصل لي واحد والله من نفسه هو، اتصل: السلام عليكم. قلت له: وعليكم السلام. وانا صوتي ثقيل مع الحراره ورايح 7 كيلو وراجع 7 كيلو، وانا خلاص قريب من البيت، يعني قدهم والله ساعات. انا ماشي من الساعه يمكن 7 الصبح وراجع البيت الساعه حوالي 11:30. اقسم بالله يا ربي يشهد على هذا، في الحر وفي الرطوبه. فمال صوتك كذا؟ قلت له: والله انا تعبان يا اخي. ليش وين؟ قلت له: كنت ماشي جاي في الحر من منطقه كذا، يعني ما نسمي الاسماء، هنا هي موجوده. ليش؟ قلت له: والله كنت رايح للمكتب علي كذا ومبلغ. كم هو؟ قلت له: ما عليك انت، قال لي علي الطلاق الا تقول لي. يا اخي ما اريد احرجك. قال: والله الا تقول. والله صمم، والله لو ما قلت لي لا اجي لك من ابو ظبي. تعرف، ان شاء الله راح يسمع هذا المقطع. هذا الرجل هذا أسأل الله أني لا أنساه في كل صلاة، إن دائما أخذه معي في الدعاء. وأسأل الله أن لا يباغتني الموت إلا وكن رديت المروءة هذه والرجولة هذه والموقف هذا. فراح اتصل قال لي: أجي لك لو ما يا ترسل لي هويتك يا ترسل لي رقم حسابك. قلت له: خلاص ما فيها إحراج يا أبو محمد. قال لي: عليه الطلاق أجي لك لعندك يا أخي، اخلص ما في. قلت له: خلاص. وصلت له الهوية، صورة الهوية. ما كملت ساعة، يعني 10 دقائق إلا جاتني رسالة من الصرافة، دخل في حسابي 12,000. والله هذا رجل كريم. تعرف الأكبر من ذلك إيش؟ بعدها بحوالي 15 يوم أرسل لي 10,000 درهم ثاني، ولقيت الرسالة. أقسم بالله طلعت من مركز التسوق ولقيت الرسالة جاياني: تم لديك في حساب الأنصاري من الرقم كذا. ولقيته يتصل لي. أنا كنت في الزحمة داخل، ما سمعت التليفون، تليفوني صوته واطي شوية وبخليه واطي خلاص. فبعدين لقيت إنه، قلت له: ليش كذا؟ قال لي: يعلم الله كيف الحال. قلت له: الحمد لله. قال لي: خليه واصرفه ولا يهمك، ويا رجال اللي معاه يعطي للي ما معاه. فهنا عكس الرجل الأول اللي وقفت مع المواقف وبعدين أعطيت له كلمات من الهجاء. هذا الرجل قلت فيه: ماذا يستحق هذا؟ يستحق هذه القصيدة. قلت: ما نسند الشكوى على عابد المال، وانت السند لغيم الجو كله، ترفع لك البيضة على كل مدهال، أشهد وانا عندي جميع الأدلة، ضوء الشمس ما يحجبه 1000 غربال، والبدر نوره عن جميع الأهلة، يفدونك اللي ينشروا القيل والقال، اللي الردى والبخل فيهم جبلة، ويفداك من يبحث خفانا ولا طال، اللي يدور خلفنا كل زلة. لو ضاقت الدنيا من الجال للجال، حاسب حسابي للضعيف المدله، والله ما تشمت بي حثالات، وانذال أموت واقف منحني غير لله. ليت المصايب صوبت كل بطال، والموت يحصد كل نفس مملة، وليت الثقيلة وزنها ربع مثقال على العزيز اللي ما يرضى المذلة، وليت الكلام اللي ما تسندها الأفعال يعقد لسان الكذب ولا يشله، لأن السحاب اللي بلا مزن همال ما نرتجي نفعه ولا نستظله. يوما تكفك بالعطا مضرب امثال، تعطي الكثير وشيمتك تستقله. بعض العرب يصنع من المال تمثال، وانت صنعت من الكرم 1000 حلة. راعي الكرم يلبس من العز سربال، وراعي البخل من دون مذهب
ومله. مرحوم من رباك يا طيب الفال، ووصاك تقف في المواقف محله. يا صاحبي ما كل رجال رجال، وانت رجل يوم الرجاجيل قله. والختم صلى الله على خير من قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لا يشكر الله. صح الله لسانه. صح قصيدة الله جميلة. وطبعا احنا خرجنا واستطردنا عن موضوعنا، موضوع الفقر. نعود. طبعا الوقت ضيق والأسئلة ما زالت كثيرة، ممكن نتطرق لحلقة أخرى، لكن سؤال على السريع: من الأفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ بدون تفكير الغني الشاكر. وإن كان للغني أجرا لا يجارى ولا يبارى. أقول ليش؟ الغني وهو شاكر فهذا معناته أنه سيؤدي حق الله لأنه شاكر، سيعلم أن عليه فرض ويؤديه، سيقوم بإنتاج أو بتنشئة أسرة صالحة وأسرة مسلمة، ويعلم تعليم عالي، ويكون نموذج مشرف للمسلم العامل المكافح المتعلم المثقف. لأن احنا نحتاج إلى متعلمين، نحتاج إلى مثقفين، والمجتمع الفقير لا ينتج إلا قليل في هذا، يعني يكون البداع الذي من رحم المعاناة وهو حالات. أما الغني، وخاصة إن قلت للشاكر، لو كنت قلت الغني ولا الفقير كنت قلت لك الفقير الصابر، لكن أنت قلت الغني الشاكر، فالغني الشاكر أفضل. لكن علي أن أستثني ولا أسهب في الإجابة عشان الوقت. الفقير الصابر طالما أنت ذكرت أنه صابر، فهذا معناته وصل إلى مرحلة من النزاهة والتنزه والعفة والشيم والقيم والنبل، بحيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر وأعطى له أجر أنه سيدخل الجنة بغير حساب. وهذه وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي يوم القيامة أناسا يدخلون الجنة ثم تقول الملائكة: يا رب هؤلاء لم يحاسبوا، فيقول والله وهو أعلم والله يدري فيقول هؤلاء قد سبق لهم وعدي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا نهضم الصابر، ولكن الصابر الذي هو من هؤلاء بعد أن بذل الجهد وبعد أن كد وجد وعمل ولم يمد عينيه إلى ما يمتلك الغني، فهذا. أما في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، فالأولوية للغني الشاكر، والفقير الصابر يكفيه ما أعطاه الله أن يدخل الجنة بغير حساب. طيب طبعا الوقت ضيق للأسف، أنا ما قدرت أكمل المحاور اللي عندي، لكن نختم بكلمتين، كلمة للأغنياء وكلمة للفقراء. على عجل. أقول للأغنياء: يا معشر الأغنياء، إنما المال عارية، وهو مال سوء، حتى مشتق من اسمه، يميل من طرف إلى طرف، ومن جهة إلى جهة، ومن رجل إلى رجل، ومن يد إلى يد، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم. مع الفقراء وكونوا بهم، ولكن لا تستغلوا بالعواطف، تعطي لكل من سأل، هذه مصيبة. أنفقه في أماكنه المشروعة، الحمد لله، في بيوت للزكوات وفي صناديق للتبرعات، هنا يكون التكافل، عليكم واجب وأنتم أهل الواجب. معظم الأغنياء ما شاء الله بحول الله وقوته نسمع عنهم إلى خير. أنا مش شيخ ولا واعظ يعني، لكن من نبل الأخلاق ومن كرم النفوس أعلم أنه يعني في ناس تؤدي، ومن يعني شحت عليه الدنيا فأذكره بالله إنه الأمور بسيطة. قل يد السخاء ويد الندى كأنها سحاب، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فهذه هي نصيحتي للأغنياء، لا أريد أن أسهب للفقراء. أما الفقير فأقول: يا أيها الفقير، إن كنت سببا في فقرك فلا تلوم غيرك، ولا تنظر إلى ما فضل الله به غيرك، وعليك أن تستعفف وأن تسأل الله من فضله، وأن تكثر من اتخاذ الأسباب، وأن لا تجعل أبنائك يعيشون كما عشت. انصحهم، أقل شيء قدم لهم النصيحة، أقل شيء حاول إنك تدعمهم بكل الطرق حتى يكونوا هم أنجح منك. وعليك بسمو النفس وتزكية العقل والرضا والدعاء والتعفف. فالمال إن لم يأتي إليك بطريقتك وبنفسك أنت ولم تحصل عليه، فإياك أن تظلم نفسك مرتين. عشت في الدنيا فقير وتموت في الآخرة وأنت حاقد وحاسد، والحاقد والحاسد في النار. فاترك الغني وشأنه، وإياك أن تنظر إلى ما في يديه، واسأل الله من فضله، ولا تخسر الدنيا والآخرة. إن خسرت الدنيا
بظروفك القاسية لا عاد تزيد تكملها، حاول أنك تجمل مع نفسك في الآخرة، واكثر من دعائك إلى الله سبحانه وتعالى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وأحسن الخواتيم، وحاول ألا تضف قبح إلى قبحين: قبح الفقر وقبح الحسد والحقد والسخط، أو تكون ساخط. شكرا على هذا اللقاء الجميل، أنا والله كنت سعيد جدا، وللأسف ما قدرنا نخلص المحاور، ولكن بإذن الله تعالى يكون في جزء ثاني، لأن موضوع الفقر من المواضيع العميقة جدا وبحر. يعني إحنا كل حديثنا هذا على الشاطئ، خطوات على الشاطئ، لكن بإذن الله تعالى هناك حلقات أخرى ونستكمل حديثنا إن شاء الله رب العالمين. أولا أنا كنت متوقع هذا من الأول، لأنه الموضوع موضوع شائك وموضوع كبير، والإلمام به في حلقة واحدة مستحيل، لكن أشكرك وأشكر جماهيرك، وأحب أن نوجه رسالة للجميع: تحياتي لكم ودعواتي لكم دائما بالتوفيق، واعذرونا عن الإطالة، واعذرونا عن يعني إذا أسأنا أو إذا زلت اللسان، ولكن الحلقة إن شاء الله رب العالمين إنها موضوعها طويل، جبنا رؤوس أقلام، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة بإذن الله تعالى.